بص يا جماعه، السؤال الاول بيقول لك عندي the irrational number، تمام، among the following number. معنى السؤال بيقول لك مين من الارقام اللي جاي اسمه irrational. حط خط تحت الكلمه دي، تمام. irrational اكتب عليها يا باشا بسرعه كيو داش. خلاص. طيب بنقول كيو داش اي رقم لا هو فراكشن، تمام، ولا هو ديسيمال. طيب ده فراكشن، لا اكتب جنب ده بيلونج لكيو. طيب السكوير روت لل 64 بيطلع 8، تمام، ده بيلونج لكيو. ماشي. طيب الكيوب روت 15 ملهاش كيوب روت، فده بيلونج لكيو داش، يبقى الاجابه بتاعتي تبقى هي دي. طب الرقم اللي بعده، بص معايا، بيقول لحضرتك عندي هنا، نعم، الرقم اللي بعده لازم تتعرف ازاي بيتكتب على الاله. نكتب كده 0.45. ركز معانا، مالكش دعوه بآلتك دلوقتي. بقعد اكتب 45 كتير كده لحد ما الشاشه تتملي. دوس ايكوال يا باشا، الاجابه 5 اوفر 11. طيب لما ده طلع 5 اوفر 11، ماشي، يبقى ده كده بيلونج للكيو، يبقى ده مش تبع عيله مين؟ الكيو داش. خلاص، يبقى الاجابه الصح بتاعتي سي. السؤال اللي بعده بيقول لك انا عندي هنا روت 12 bigger than x و smaller than x plus 1. عايز اعرف الاكس بكام where الاكس is an integer. اولا an integer اكتب عليها كده no decimal. خلاص. طيب هنجيب الاله الحاسبه، ماشي، هنكتب على الاله سكوير روت 12، هنحولها ديسمال كده اس دي، هتطلع الاجابه 3.4. اكتب زي ما انا بكتب. ال 3.4 ده اكبر من 3 واصغر من 4، فلما اسالك الاكس بكام حضرتك هتقول لي الاكس بكام؟ ب 3، يبقى انا هختار الاجابه 3. تمام. السؤال اللي بعده the irrational number lies between 4 و 5. مين الرقم اللي اكبر من 4 واصغر من 5؟ ده معنى السؤال. ماشي. طيب اولا مش هينفع اجابه نيجاتيف، تمام كده. طيب خش اللي بعده كده واحده واحده. 4.3 وعليها ايه؟ البار ده. طيب ريكوايرنج، حضرتك هتعمل ايه؟ بص كده، هنكتب 4.3، اكتب 3 كتير كده، ماشي، دوس ايكوال 13 اوفر 3. تمام. طيب ما هو ال 4.3 ده يعتبر اكبر من 4 واصغر من 5، يعني ده يمشي معاك شغال. طيب ده مش هيمشي. طب تعال نشوف ده، كيوب روت 64 هيطلع ب 4. تمام. طيب الكيوب روت لل 100، تعال نشوف كده مع بعض، او شيفت كيوب روت 100، تمام، الاجابه تطلع 4.6. ماشي. طيب خد بالك بقى كده، انت ما سمعتش الكلام. انا عندي يا مستر اجابتين صح، انا عندي اجابتين صح. خد بالك 4.6 ده هل دي الاجابه بالظبط ولا كان في ارقام كتيره؟ ها، كان في ارقام كتيره. الرقم ده ارقام ديسمال كتير، ده المفروض بيلونج لمين؟ للكيو داش، لكن ده بيلونج لمين؟ للكيو. طب يا مستر اختار انهي اجابه صح؟ لو ركزت في السؤال ثواني لقيت الراجل بيقول لي انا عايز الراشونال نمبر. ها، يبقى تختار انهي اجابه يا ابني؟ الاولى ولا الاخيره؟ الاخيره، يبقى الاجابه دي. تمام. طيب السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك هنا ايه؟ the length of side of a square whose area 10 سنتيمتر سكوير. طيب لما بيكون عندك الاريا، حط عند الاريا صح، وعايز اجيب السايد، فبقول السايد ايكوال السكوير روت للاريا. لازم ابقى حافظ القانون. يعني ايكوال السكوير روت لل 10. طب يا مستر ال 10 ملهاش سكوير روت، فانا هختار الاجابه دي. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي يا مستر هنا انا عايز اعرف الار ايكوال مين؟ قال لك ار بوزيتيف انترسكت ار نيجاتيف، دي اصلا اجابتها فاي. لا. طيب ار بوزيتيف انتر يونيون ار نيجاتيف دي غلط. عارف ليه؟ لان ما فيهاش زيرو. اكتب تحتها نو زيرو. امال دي بتدينا ايه؟ لو عايز تعرف دي اجابتها ايه اكتب تحتها ار ستار، دي اجابتها اسمها ار ستار. طيب من نيجاتيف انفينيتي لبوزيتيف انفينيتي دي خدت كل الارقام بما فيهم الزيرو، هي دي الاجابه الصح. طيب طب لو قلت لك كيو يونيون انترسكت كيو داش، ايه المشترك ما بينهم؟ مفيش حاجه مشتركه، فدي الاجابه بتاعتها فور. يبقى الاجابه الصحيحه بتاعتك تبقى سي. تمام. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده فيه كلمه غريبه كده، بيقول لك estimate، تمام، the number cube root 25 to nearest whole number. whole number يعني no decimal. خلاص. طب هنكتب مع بعض الرقم 25 هنا على جنب كده. السؤال عايز ال 25 اكبر من كام واصغر من كام، بشرط ان الرقمين يكون ليهم كيوب روت. تمام كده. تعالى كده هنجرب بالاله مثلا. بص يا باشا، انا عندي مثلا في عندي كيوب روت لمين؟ لل8، انا حافظها. تمام. طيب في عندي كيوب روت لمين تاني؟ او بس انا اقول لك طب انا مش فاكر، مش حافظ الرقم مصر،
2 ملتبلاي 2 ملتبلاي 2 يدينا كام؟ 8. يبقى ال 8 ليها كيوب روت. طيب لو جيت جربت الرقم اللي بعده بص كده 3 ملتبلاي 3 ملتبلاي 3 ها كام؟ 27. طب ما خدتش بالك ان ال 27 ده اكبر من 25 ها واصغر واكبر من ال 8 صح؟ يبقى انا كده خليت الرقم 25 موجود بين رقمين، الرقمين ليهم كيوب روت. الرقمين ليهم كيوب ايه؟ روت. طب تعالى يا باشا انت بتكتب الستبس معايا ولا بتتفرج؟ ها خد الكيوب روت المساله كلها. هتقول لي يا مستر الكيوب روت لل 8 اهو اكتب كله جوه كيوب روت. كيوب روت لل 8 سمولر ذان كيوب روت 25 سمولر ذان كيوب روت كام؟ 27. طيب سعاده الباشا المحترم الكيوب روت لل 8 بكام؟ ب 2. كيوب روت لل 25 ملهاش كيوب روت فهكتبها زي ما هي. طيب الكيوب روت لل 27 بكام؟ ب 3. طب انا هسالك هو سؤال واحد ايه رايك؟ ال 25 قريبه من ال 27 ولا قريبه من ال 8؟ ها قريبه من 27 صح؟ يبقى الكيوب روت بتاع 25 قريب من مين؟ من ال 3. تمام؟ دي معنى كلمه استيميت، اجابتك قريبه من مين؟ تمام كده؟ طيب خد يا باشا السؤال اللي بعده. بص شويه اسئله نظري صواريخ هنحلها. ماشي؟ انا بقى مش هختار الاجابه، انا هحل على طول. ار بوزيتيف انترسكت ار نيجاتيف اجابتك 4 مفيش. طيب ار بوزيتيف يونيون ار نيجاتيف اجابتي ار ستار. تمام؟ الاجابه الاخيره. طيب الار ديفرنس كيو داش انا عايزك ترسم الرسمه دي. تمام؟ اللي هي الكبسوله دي. الكبسوله دي بنقول ده الار. الار بتتكون من كبسوله فيها قطعتين، قطعه اسمها كيو وقطعه اسمها كيو داش. حلو كده؟ طيب لو انا قلت لك الار شيل منها كيو داش مين هيتبقى؟ كيو. اكتب كيو. طيب الار شيل منها كيو، كيو داش. تمام؟ طيب حط دي بقى كيو حط عليها كيو داش. ها كيو مع كيو داش يدونا ار. مش تمام؟ طيب السؤال اللي بعده بص يا باشا يقول لك الاكس ايكوال من نيجاتيف انفينيتي ل 3 اوبن. انا عايز الاكس داش. بص بمنتهى السهوله ها انت عندك هنا من نيجاتيف انفينيتي لحد ال 3 خد بقيه الناحيه الثانيه هقول له يبقى من 3 لبوزيتيف انفينيتي. تمام كده؟ بس في حاجه بقى هنا ال 3 كانت ايه؟ اوبن صح؟ لا انا اخليها تبقى كلوزد. تمام؟ ها وبوزيتيف انفينيتي اوبن والبوزيتيف انفينيتي بتاعك يبقى ايه؟ يبقى اوبن زي ما هو. خلاص؟ يبقى الاجابه بتاعتي سي. بص يا باشا لو عايز ترسمها تعالى كده ارسم معايا النمبر لاين يا باشا كده سريع. تمام؟ واحد بيقول لك انا عندي عايز ارسم من نيجاتيف انفينيتي ل 3. ال 3 اوبن. تمام؟ يعني دي المنطقه بتاعتي اهي. ماشي كده؟ اكتب عليها يا باشا اكس. انا بقول لك انا عايز اكس داش. اكس داش يعني ايه؟ كومبلمنت. كومبلمنت يعني ايه؟ يعني بقيه النمبر لاين. بقيه النمبر لاين يعني هاخد من اول ال 3 لحد الاخر. حلو كده؟ طب يا مستر انا ما كنتش واخد ال 3 فوق يبقى خدها تحت يبقى خليها هنا كلوز وامشي للاخر. عشان كده قلت لك كلوز دي 3 لحد بوزيتيف انفينيتي. طيب الاسئله دي جايه لك في الامتحان زي السؤال 13 اللي جاي ده. بيقول لك نيجاتيف 3 1 انترسكت 0 4 سعاده الباشا هترسم. تمام؟ لازم ترسم ما تقوليش اصل انا اتعلمت من مستر فلان ولا سيني مش عارف ايه بيحلها كده بالبركه مفيش منه الكلام ده. من نيجاتيف 3 ل 1 هترسم النيجاتيف 3 اهي بس سيب الرقم يبقى بعيد شويه عن اللاين عشان اعرف اكمل رسم. ال1 اهو. تمام؟ الاثنين كلوز. طب ماشي انا هعمل ده كلوز وهعمل ده كلوز وهوصل ما بينهم. تمام؟ طيب الثانيه انا عايز ارسم من 0 ل 4. طب الزيرو هيبقى مكانه هنا. ماشي؟ ال4 هيبقى بعد ال1. طيب هما الاثنين كلوز. ماشي كده؟ وصل ما بينهم. طيب سعاده الباشا المحترم انت عايز ايه؟ قال لي انا عايز الانترسكشن. انترسكشن يعني ايه؟ المنطقه المشتركه ما بينهم هما الاثنين صح؟ طب المشتركه من فين لفين؟ ها علم عليها كده من 0 ل 1. ماشي؟ يبقى انا اختار الاجابه من 0 ل 1. تمام؟ السؤال ده يا حبيبي حط عليه ستار عشان السؤال ده هيجي لك. ماشي؟ السؤال ده بيقول لك ايه؟ تعالى. بيقول لك انا عندي closed to 5 difference to 5 set of 2 5 بحله ازاي؟ بص بمنتهى البساطه كده. اولا يعني ايه closed to 5 تتكون من ايه؟ قال لك بتتكون اسمع معايا الحته دي بتتكون من الارقام اللي هي من ال2 ماشي والارقام اللي هي بتوينز بسميها انا البتوينز اللي هي الارقام اللي اكبر من 2 اللي فيها الديسمال والفراكشن والكلام ده ماشي واخرك كام؟ واخرك 5. دي مجموعه الارقام اللي هنا. حلو اهو. تاني انا فكيت لك دي بطريقه ايه شكلها شياكه شويه. طيب تاني
يعني ايه كلوز انترفال من 2 ل 5؟ يعني ال 2 موجوده وال5 موجوده وشويه الارقام اللي في النص اللي هي من غير ال 2 من غير ال 5 اللي هي اكبر من 2 اصغر من 5 اللي انا بسميها اوبن 2 اوبن 5. الارقام اللي في النص ما بينهم. طيب لما اقول لك ديفرنس 2 5، اولا يا مستر يعني ايه ديفرنس؟ ديفرنس يا باشا يعني الحاجه اللي موجوده هنا، اللي موجوده هنا روح شيلها من هنا. الحاجه اللي موجوده على اليمين شيلها من الشمال. طيب ال2 موجوده هنا صح؟ روح شيلها من هنا. ماشي حاضر. طب ال5 موجوده هنا، روح شيلها من هنا. حاضر. مين يقول لي مين هيتبقى هنا؟ البتوينز اللي هي الارقام اللي في النص صح؟ يعني اللي هي تعتبر الاجابه كام؟ 2 اوبن 5 اوبن. تمام؟ اقول لك بطريقه ثانيه. تعال، انت عندك ال2 موجوده هنا، لما تروح تشيلها من هنا مش ال2 هتتحول اوبن صح؟ ال5 موجوده هنا، لما تشيلها من هنا ال5 هتتحول اوبن. خلاص؟ طيب السؤال اللي بعده. بص يا باشا. السؤال اللي بعده بيقول لك بالعقل كده، مش كل حاجه بالستبس. بيقول لك انا عندي هنا نيجاتيف 2 5 تمام؟ هل النيجاتيف 2 موجوده معاك؟ لا، نيجاتيف 2 اوبن. عايز اعمل لها يونيون، عايز ازود عليها، ازود عليها نيجاتيف 2، يعني هديها نيجاتيف 2. فايه اللي هيحصل لنيجاتيف 2؟ هتتحول لكلوز تبقى نيجاتيف 2. طيب عايز ازود لها 3، اقول لك انا بضحك عليك. عارف ليه؟ لان كده كده ال 3 موجوده في النص صح؟ مش وانت ماشي من نيجاتيف 2 ل 5 هتعدي على 3 صح؟ يبقى كانك ما عملتش حاجه. ماشي خلاص؟ يبقى الاجابه بتاعتي هتفضل نيجاتيف 2 و5 كلوز زي ما هي. تمام؟ لو انت مش فاهمها دي بالذات ممكن ترسمها. تعال ارسم معايا كده بسرعه. يلا يا باشا. ها، نيجاتيف 2 اوبن اخلص، ها، و5 كلوز. ماشي؟ وصل ما بينهم. دي المنطقه بتاعتي. ها، عايز اعمل لها يونيون، ازود عليها، ازود عليها مين؟ ازود عليها نيجاتيف 2. دول مش بيتوصلوا، دول مش بيتوصلوا عشان دي ست. تمام؟ اوصل عليها نيجاتيف 2 و3. بص انت كده بعينك، لما تدي لده نيجاتيف 2 مش ده هيبقى كلوز صح؟ وكده كده يا استاذه ال 3 ايه؟ موجوده، فما عملتش حاجه يعني. فتبقى الاجابه نيجاتيف 2 5. الاجابه فوق هتبقى نيجاتيف 2 5 زي ما هي. خلاص؟ طيب السؤال الجميل ده تعال. بيقول لك ايه الحاجات المشتركه بين التو جروبز دول؟ هسالك وترد بالراحه كده. هل النيجاتيف 1 هنا موجود؟ لا. هل ال1 هنا موجود؟ لا. طيب يبقى ده مش موجود وده مش موجود. هسالك السؤال الاخير. هل الزيرو موجود هنا؟ ها، من نيجاتيف 1 ل 1 مش انت عديت على الزيرو؟ يبقى ايه الحاجه الوحيده المشتركه؟ زيرو. يبقى الاجابه بتاعتي تعتبر دي. خلاص؟ طيب السؤال اللي بعده تعال. بيقول لك close the 2 5 difference open 2 5. طب عايز افكها بالطريقه بتاعت البتوينز. تعال بص يا باشا، هنا اعملها كده يعني 2 ماشي، والارقام اللي في النص اللي هم البتوينز اللي انا هقول عليها open 2 open 5 open 2 open 5 ماشي، وال5 اخرنا. حلو الكلام. عايز اشيل منها، يا رب تكون مركز معايا، عايز اشيل منها open 2 5. بص يا ابني، اللي موجود هنا عايز اشيله من هنا، يبقى انت هتشيل مين؟ هتشيل ده صح؟ مين هتبقى؟ ال2 وال5 بس. يعني ايه بس؟ يعني الاجابه تتكتب كده، بص تبقى 2 و5 از ا ست. تمام؟ يعني اللي هيتبقى من هنا بس الرقمين دول فقط لا غير، ال2 وال5. يبقى الاجابه بتاعتي سي. تمام؟ السؤال ده يا باشا علم عليه ستار بعد اذنك. السؤال اللي جاي، السؤال اللي جاي بيقول لي يا مستر ايه؟ انا عايز اجيب الاريا بتاع الريكتانجل اللي هو الدايمنشن بتاعته ده وده. اكتب على ده لينس يا ريس. تمام؟ واكتب على ده ويتس. تمام؟ طيب قانون الاريا بنقول الاريا ايكوال اللينس ملتبلاي الويتس. يعني ايكوال، ما تنساش تفتح براكتين، روت 7 بلس 1 ملتبلاي روت 7 ماينس 1. طيب ممكن انت تعملها بالاله بس ما تنساش البراكت، بس انا اقول لك على الطريقه السريعه. روت 7 تايم روت 7 تطلع روحه اللي هي 7، بوزيتيف تايم نيجاتيف تطلع نيجاتيف، 1 تايم 1 تطلع ايه؟ 1، 7 ماينس 1 اجابتك 6. يبقى انا اختار الاجابه سي. تمام؟ السؤال اللي بعده، انا عايز المالتيبليكيتيف انفرس للمساله دي. مالتيبليكيتيف انفرس اكتب عليها كلمه اقلب على طول. اقلب. طب اقلب ايه يا مستر؟ تعالى. يعني مثلا 2 روت 3 اوفر 5 حضرتك هتخليها 5 اوفر 2 روت 3. هبص على الاجابه دي مش موجوده للاسف. ليه؟ عشان اصلا الكالكوليتر ما بتحبش اي روت تحت. تعالى نكتبها كده 5 اوفر 2 روت 3. ماشي كده يا شباب؟ ايكوال
الاجابه ايكوال 5 روت 3 اوفر 6. 5 روت 3 اوفر 6 يبقى الاجابه بتاعتي دي. طيب السؤال الجميل ده كان موجود في كتاب المدرسه ومحدش فهمه كتير. الراجل بيقول لك ايه؟ تمام؟ بيقول لك انا عندي x ديفايدد 3 روت 2 ايكوال الواي ديفايدد 2 روت 5 ايكوال 1. شغل مخك سعاده الباشا المحترم. لما اقول لك الرقم ده ديفايدد الرقم ده يدينا 1، يبقى معنى كده ان هما الاثنين مالهم ايكوال، صح؟ يعني انت عايز تقول لي كده ان الاكس تعتبر ايكوال 3 روت 2، صح؟ طب انا عايز احسب اكس باور 2 من عينيا، هحط براكت وعليه باور 2 بلس اللي مركز معايا. لما اقول لك واي ديفايدد الرقم ده طلعت الاجابه ب 1، يبقى هما الاثنين برضو ايكوال. يعني عايز تقول لي ان الواي هي كمان ايكوال 2 روت 5 وعليها باور ايه 2. طب عايزين نحسب الاجابه دي، يلا يا باشا اوعى تنسى تفتح براكت. هنكتب مع بعض 3 روت 2 ماشي يا باشا، خش بالجنب كده اقفل باور 2 وبعدين بلس براكت تاني 2 روت 5 خش بالجنب اقفل باور 2. اجابتك كام يا ريس؟ 38. خلاص انتهى الكلام، 38 اهي. تمام. طيب السؤال اللي بعده يلا. بيقول لك انا عندي a روت 3 ماينس 3 روت 3 ايكوال 5 روت 3. عايز اعرف الايه بكام. ساعه الباشا المحترم بص هتعمل ايه؟ صاروخ ودي ده الناحيه الثانيه عكس الاشاره. يعني حضرتك هتقول لي كده a روت 3 ايكوال 5 روت 3 ماشي بلس 3 روت 3. تمام. طيب 5 بلس 3 يبقى 8 وحط جنبها روت 3. طب عايزك بقى كده بشطارتك قارن بروز الاجابه دي وبروز الاجابه دي. تمام. لاحظت ايه؟ والله يا مستر انا لاحظت ان روت 3 موجوده هنا وموجوده هنا. قول لي انت بشطارتك كده يبقى الايه ايكوال كام؟ بس كده شكرا، يبقى الايه ايكوال 8. تمام. السؤال اللي بعده يقول لي يا مستر انا عايز اشوف كيوب روت 38. ماشي يلا يا باشا بص يا حبيبي كده ادي كيوب روت تمام 38. طب الراجل عامل لي علامه غريبه كده ابروكسيمتلي، يعني عايز اجابه تقريبيه ايكوال 3.36. حلو. طيب بص معايا رقم 6 ده كريم ولا بخيل؟ كريم. ايه الارقام البخيله وايه الارقام الكريمه؟ البخيله 0 1 2 3 4، الكريمه 5 6 7 8 9. طب اللي قدام ال 3 كريم ولا بخيل؟ كريم. يبقى المفروض الاجابه تبقى 3.4. ده لو عايزها رقم واحد. بصيت في الاجابات لقيته اصلا عاملها لي رقمين، ده بيستعبط مش مشكله. طيب مين اللي قدام ال 6؟ 1. ال1 كريم ولا بخيل؟ بخيل. طب لو عايزها رقمين تبقى المفروض الاجابه ايكوال 3.36. تمام. يبقى فين الاجابه الصح؟ ايه. تمام. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي احسب لي الحسبه دي تطلع 10 روت ايه. عايز اعرف الايه بكام. بص ساعه الباشا هتيجي بالاله سكوير روت 125 ماشي على طول كده ملتبلاي سكوير روت 8 ماشي يا بطل. ها ايكوال الاجابه بص بص سبحان الله طالعه جاهزه. اجابتك طالعه ايكوال 10 روت 10 ماشي. ها الله اكبر عليك. مين يقول لي الايه بكام؟ ب 10. ايوه الايه هي اللي جوه صح، واللي جوه عندي كام؟ 10. يبقى الاجابه بتاعتي 10. خلاص. طيب اشهر الاسئله اللي بتيجي في الامتحان برضو السؤال ده 24 حط عنده ستار ماشي. الراجل بيقول لك ايه؟ الاكس ايكوال روت 5 بلس روت 6 ماشي الكلام. وبعدين بيقول لي الواي ايكوال روت 5 ماينس روت 6. تمام حضرتك. عايز احسب اكس باور 2 ماينس واي باور 2. طيب انا هكتب وانتوا قولوا لي صح ولا غلط. لو كتبت روت 5 بلس روت 6 كده وعملت باور 2 كلامك صح ولا غلط؟ غلط، لازم احط براكت ماشي. ماينس اللي بعده روت 5 ماينس روت 6 ماشي وعليها ايه؟ باور 2. يلا يا باشا هنحسب الاله ماشي. بص يا باشا كده هتعمل روت 5 ماشي اهو روت 5 وبعدين خلينا ما تعملش انت بالاله خليك معايا بلس روت 6. انا بريك الدنيا قدامك اهو. اقفل البراكت باور 2 وبعدين ماينس افتح براكت روت 5 خش التاني بره ماينس روت 6 تمام اقفل باور 2. حلو. اجابتك كام يا باشا؟ 4 روت 30. طيب 4 روت 30 يبقى الاجابه بتاعتي مين يا رجاله؟ دي على طول. خلاص. طيب خش على السؤال ايه اللي بعده. السؤال اللي بعده يا باشا برضه من الاسئله هتعلم عليها حضرتك ستار. تمام. بص قبل اي حاجه اكتب كده لما يكون عندي نمبر تمام نمبر وعليه باور 0 اجابتك لازم تكون ايكوال كام؟ 1 بشرط ماشي ان النمبر ده يكون doesn't equal ايه؟ 0. تمام.
طيب تعالى يا باشا، حاضر. انت بتقول لي حاجه باور 0 طلعتها ب 1، يبقى انا لازم اقول له كده ان الاكس بلس 2 لازم تبقى doesn't equal 0. تمام؟ ودي 2 الناحيه الثانيه، يعني يا مستر الاكس doesn't equal البوزيتيف هيروح نيجاتيف تبقى نيجاتيف 2. يعني الاكس اي رقم في العالم ما عدا نيجاتيف 2، ما عدا نيجاتيف 2، يبقى انا اختار الاجابه بي. تمام؟ لان العلامه بي بتاعت الديفرنس معناها ما عدا. معناها ايه؟ ما عدا. خد اي رقم من عيله الريل كلها ما عدا الرقم ده. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي which interval represent الكلام ده. انا عايز اعرف افكرك حاجه. اولا الار اللي هي من نيجاتيف انفينيتي لبوزيتيف انفينيتي. تمام؟ طب لو قلت لك مين هي الار نيجاتيف هتقول لي يا مستر ماشيه من اول نيجاتيف انفينيتي لحد الزيرو اوبن. الزيرو مش تبعها. طب لو قلت لك يا ريس مين هو الار بوزيتيف، حضرتك هتقول لي يا مستر من اول الزيرو اوبن لحد بوزيتيف انفينيتي. طب لما اقول لك انا عايز ار نيجاتيف انترسكت الجماعه دول، انا هرسمها احسن ماشي من ايه؟ ان احنا نقعد نجيبها شفوي. طيب الار نيجاتيف يا باشا هقول له يا مستر من اول الزيرو اوبن تمام لحد نيجاتيف انفينيتي، دي المنطقه بتاعت ار نيجاتيف. ماشي؟ اياك تفوت اجابه. خلاص؟ طيب الثانيه من نيجاتيف 2 ل 3. طيب نيجاتيف 2 هتبقى هنا. خلاص؟ وال3 هتبقى هنا. طيب النيجاتيف 2 اوبن وال3 كلوز. السؤال لحضرتك كده سريعا، ها رد كده، ايه المنطقه المشتركه؟ ها ايه المنطقه المشتركه؟ من نيجاتيف 2 لمين؟ لزيرو. طيب يبقى الاجابه بتاعتي كده من نيجاتيف 2 لحد الزيرو اوبن. تمام كده؟ يبقى الاجابه بتاعتي ايه. طيب السؤال اللي بعده اللي الناس بتغلط فيه، بص الواد فاكره سؤال عبيط. كل العيال عارفه ان الاديتيف انفرس ان احنا بنعكس الاشاره. فالواد يا عيني غلبان راح عامل كده ايه؟ كتب نيجاتيف 6 اوفر روت 2 بيدور على الاجابه مش لاقي. قال لي يا مستر مش انت قلت لي في الامتحان اديتيف انفرس يعني عكس اشاره؟ قلت له اه حصل، بس الاله مش قابله الاجابه دي. ليه؟ المفروض حضرتك تعمل الحركه دي. بص يا باشا، تعمل فراكشن، تكتب نيجاتيف 6 اوفر روت 2 وتسيب الاله هي ترد عليك بالاجابه المناسبه. تطلع الاجابه كام؟ نيجاتيف 3 روت 2. نيجاتيف 3 روت 2. يبقى الاجابه بتاعتك سي. السؤال بيقول لك هنا او القانون بيقول لك لو عندي روت، يلا الراجل بيقول لك لو جات لي مساله روت ايه وعليها باور ان، واخد بالك انت، وعايز اخليها من غير روت، يعني اخليها ايه بس، تعمل ايه؟ قال لي خد الباور ده اعمل له ديفايدد 2. خلاص؟ طب لو العكس، طب مثلا لو مساله جات لي ايه وعليها باور ان وعايز اخليها احولها روت ايه، يا باشا اللي ما بتكتبش وقعدت تتفرج، قال لي يا باشا خد الباور ده اعمله لي ملتبلاي 2. تمام؟ دول يا استاذ حفظ. تمام؟ انت بقى ما كتبتهمش حاجه ترجع لك. طيب بص معايا، المساله دي على القانون الاول ولا على الثاني؟ ها؟ ما فيهاش روت وعايز اخليها فيها روت، على الثاني صح؟ طيب اعمل ايه في الباور؟ اعمل له ملتبلاي 2 صح؟ طيب 3 لما تعمل لها ملتبلاي 2 يبقى الان بكام؟ 6. طب انا عايزك تكتب الستبس. انا هعمل يا مستر 3 ملتبلاي 2 يبقى الباور بتاعي ايكوال 6. خلاص؟ طيب السؤال ده يا باشا 2 ستار مش واحده بس. السؤال بيقول لك ايه؟ هاف ذا نمبر 2 باور 10. طيب بص يا باشا، اولا هاف اكتب عليه يعني ديفايدد 2 مبدئيا. خلاص؟ طيب فانا همسك المساله، حضرتك هتعمل ايه؟ انا هاخد يا مستر 2 باور 10 هعمل له ديفايدد 2. ماشي؟ في كلمه هقولها لك بنقول in divided we subtract power. we subtract powers. تمام؟ خليها معاك. طب يا مستر التو اللي تحت مش عليها باور، ما انا هحط لها باور 1. يعني المفروض الاجابه تبقى 2 باور 10 ماينس 1، يعني الاجابه 2 باور 9. يبقى الاجابه سي. خلاص؟ السؤال ده بقى من فوازير الف ليله وليله، اللي هو بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك 2 باور اكس ايكوال 3. مفيش باور في العالم يتحط على 2 تمام يطلع الاجابه 3. يا استاذه هي اللي سرحانه. تمام؟ هو بيقول لك استفيد بالمعلومه. يعني ايه يا مستر استفيد بالمعلومه؟ تعال اقول لك بالراحه واحده واحده. اولا 2 باور اكس بلس 1 هفكها هجزأها هخليها تبقى عباره عن 2 باور اكس ملتبلاي 2 باور 1. تمام؟ طيب ال 2 باور اكس انا قلت لك لو شفتها حط مكانها كام؟ 3. يعني المساله يا استاذ معاذ تبقى 3 ملتبلاي 2 تطلع الاجابه كلها بكام؟ ب 6. حلو كده؟ طيب مستر يعني مش فاهمه قوي، واحده ثانيه.
بيقول لك لو شفت مساله 3 باور اكس حط مكانها كام؟ 5. حاضر. طب انا عايز احسب 3 باور اكس بلس 2، هجزأها يعني اخليها 3 باور اكس ملتبلاي 3 باور 2. طيب ال 3 باور اكس اشيلها احط مكانها 5 ملتبلاي. طب يا مستر وال 3 باور 2 ب 9. 5 ملتبلاي 9 يبقى 45. يبقى الاجابه سي. طيب السؤال اللي بعده وده اكتر واحد متوقع. ماشي؟ طب بيقول لك يا باشا ايه؟ بيقول لك يا مستر 3 باور اكس بلس 3 ايكوال 1. انا ما عنديش حاجه في العالم احط عليها باور تدينا 1 يبقى الا لما لازم الباور يبقى ايكوال 0. تمام؟ تاني لو عملت مساله عملت لها باور وطلعت الاجابه ب 1 يبقى لازم الباور ايكوال 0. يعني الاكس بلس 3 لازم تبقى ايكوال 0. تمام؟ وادي ال 3 الناحيه الثانيه يعني يا مستر الاكس ايكوال نيجاتيف 3. حلو؟ يبقى الاجابه بتاعتي ايه؟ طيب السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده اوعى تفكر تعمل بالاله الحاسبه. اوعى تفكر تجيب اله. تمام؟ بيقول لك كيوب روت 40. تمام حضرتك معانا؟ طيب هنعملها فاكتورايز. ماشي؟ ال 40 بص يا باشا ديفايدد 2 حضرتك هتقول لي 20. 20 ديفايدد 2 تطلع الاجابه 10. 10 ديفايدد 2 تطلع الاجابه 5. تمام؟ 5 مش هتنفع 2 تاني هنقول ديفايدد 5 تدينا كام؟ 1. بنقول يا سعاده الباشا كل 3 ارقام شبه بعض هناخد منهم ايه؟ واحد فقط لا غير. والباقي نكتب عنده حبس. تمام كده؟ يعني يا مستر انت عايز تقول لي ان الكيوب روت بتاع ال 40 العدله بتاعتها تبقى 2 وتطلع بره ونكتب جوه كيوب روت كام؟ 5. طيب لو حضرتك قارنت الاجابه اللي هو كاتبها باللي انت طلعتها قول لي بقى كده يبقى الايه ايكوال كام؟ يبقى الايه ايكوال 5. خلاص؟ طيب السؤال ده من الاسئله الجديده والمهمه اللي سوري كام؟ تمام 2 انا اسف 2. خلاص؟ اللي بعد بيقول لك simplify the simplest form وضحك بقى عمال يجيب لك ديسمال وزيروهات وحاجات غريبه كده. بص عايزك تتعلم حاجه. بص يا باشا لو جات لك مساله 100 بنشيلها ونحط مكانها 10 باور 2. خلاص؟ لو جات لي مساله فيها 1000 بنشيلها اكتب يا باشا الحاجات اللي بقول لك عليها نحط مكانها 10 باور 3. تمام؟ يعني حسب عدد الزيروهات. طيب لو جات لي مساله 10000 بنشيلها ونحط مكانها 10 باور 4. الناس اللي مش مركزه. طيب خد بالك انا بجري. طيب بص بقى اللعبه الثانيه. لو جات لي مساله 0.1 لا انا اسف هشيلها واحط مكانها 10 باور نيجاتيف 1. ليه؟ عشان الديسمال جنبها رقم واحد بس. طب لو جات لي يا مستر مساله 0.01 لا يا مستر انا اخليها 10. عندك كام ديسمال؟ رقمين. 10 باور نيجاتيف 2. طب يا مستر 0.001 لا انا هخليها 10 باور نيجاتيف 3. حلو؟ طيب دي اول لقطه. تعالى بقى كده بالراحه واحده واحده هنعمل ايه. اول مساله اتاكد ان كلهم زي بعض دي مظبوطه. ماشي؟ يبقى اعمل الفراكشن بتاعك واكتبها زي ما هي. يبقى انا اقول له 10 باور 2 ان ملتبلاي الباشا ده هنشيله ونحط مكانه ايه يا رجاله؟ 10 باور كام؟ نيجاتيف 3. خلاص؟ طيب ده مظبوط يبقى حضرتك هتكتب 10 باور نيجاتيف ان بلس 1 ملتبلاي ال 100 هنشيله ونحط 10 باور 2. طيب كده الحمد لله المساله كلها بقت ايه؟ بقت 10. طيب ايه المرحله الجايه؟ تعال. المرحله الجايه حضرتك اتفقنا اتفاق في المسائل اللي بالنوع ده لما يكون باورات كتيره في المساله وكلهم سيم بيز اكتب البيز مره واحده. تمام؟ وقلنا كلمه لو عايز تكتبها اهو الباور اكتبها لك بالعربي اهو. الباور اب اللي فوق يعني بنقول عليه سيم ساين. سيم ساين عشان تقابلك المساله دي كتير. طيب الباور اللي تحت اللي هو داون ماشي اكتب جنبه كده اوبوزيت ساين بنعكس اشارته. بنعكس اشارته. تمام يا باشا معايا واحده واحده. كله يملين. الباور ده يتكتب ايه؟ ها 2 ان اهو فوق. الباور ده نيجاتيف 3 اكتب نيجاتيف 3. طب الباور اللي تحت بقى ركز بقى في اللي تحت بالذات. نيجاتيف ان لا هنخليه بوزيتيف ان. طيب بوزيتيف 1 هنخليه نيجاتيف 1. طيب بوزيتيف 2 لا هنخليه نيجاتيف 2. حلو الكلام؟ طيب ابدا بقى اظبط بقى على مهلك كده واحده واحده. هقول له تبقى 10 اوف باور. ماشي؟ امسك بس الان الاول خلص. كله يركز معايا. هو 2 ان بلس ان يبقوا كام؟ 3 ان. ماشي؟
خش اللي بعده. نيجاتيف 3 ونيجاتيف 1 ونيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 6. كده انت عملت السمبليفاي. ماشي؟ من اول كلمه ذن ده السؤال الثاني. عايز ايه؟ قال لي هات لي الفاليو يا مستر لما الان ايكوال كام؟ 2. تروح انت زي الشاطر كده تكتب لي خطوه الفاليو. ماشي؟ ايكوال. هنشيل الان بقى ونحط مكانها 2. يعني هتقول لي المساله تبقى عامله كده، تبقى 10 يا مستر باور 3، شيل الان يا باشا حط مكانها 2 ماينس 6 بالاله. الناس طبعا اللي بتشغل دماغها هتقول لي يا مستر تبقى 10 اوف باور 3 ملتبلاي 2 ب 6، 6 ماينس 6 يعني كانها 10 باور 0، واي حاجه باور 0 ايكوال كام؟ 1. تمام الكلام؟ طيب خش يا باشا على السؤال ايه اللي بعده. يلا السؤال اللي بعده بص بيقول لك ايه؟ انا شايف حاجات مختلفه كده، واخد بالك انت؟ بيقول لي روت 6 باور ان بلس 2 ملتبلاي روت 3، هكبرها لك عشان الكل يشوف. ركز معايا كده اهو. ها روت 6 باور ان بلس 2 ملتبلاي روت 3 باور ان اوفر 4 ملتبلاي روت 2 باور ان ماينس 2. اولا انا شايف اختلافات كتيره، واخد بالك؟ تعال الحركه الاولى اللي هعملها يا باشا، ال 6 دي مش عباره عن 2 ملتبلاي 3 صح؟ بس انا هعمل حركه، انا هفصل ال 6. يعني ايه؟ يعني انا هعمل الفراكشن بتاعي كده. تمام؟ بص يا باشا هنعمل ايه؟ روت 6 هوزعها 2، اخليها روت 2 ملتبلاي روت 3. تمام؟ وعليهم من بره الباور بتاعنا زي ما هو اللي هو n بلس 2. تمام؟ السؤال اللي بقول عليه مساله واحده ما بعيدهاش تاني. تمام؟ طيب ملتبلاي ده متظبط سيبه زي ما هو، يبقى روت 3 وعليه باور ان. طيب انزل لي تحت. الفور للاسف انا مش عايز اشوف وشها. تمام؟ طب انا هاكل خطوه الفور عشان ما اكترش عليك ستيبس. بص يا باشا الفور مبدئيا هي عباره عن 2 باور 2 صح؟ طيب بس انا المساله كلها روت، ال2 دي ملهاش مكان. مين شاطر يقول لي بقى 2 باور 2 انا عايز اخليها تبقى روت 2. يبقى باور كام يا رجاله؟ باور 4. تمام؟ لو انت مذاكر القانون اللي قلت لك عليه حفظ. تمام؟ طيب ملتبلاي روت 2 باور ان ماينس 2. طيب فاضل لك خطوه. طيب سؤال الباور ان بلس 2 اللي فوق ده اللي بالازرق ده، هل بتاع روت 2 بس ولا روت 3 ولا هما الاثنين؟ هما الاثنين. يبقى فاضل خطوه ان انا اوزع الباور. تمام؟ يعني يا باشا كده اعمل لي فراكشن كبير كده يا ريس. ماشي؟ وزع الباور. يعني اول واحده تبقى كده بص، تبقى روت 2 اوف باور ان بلس 2. ادي واحده. الثانيه ملتبلاي تبقى روت 3 اوف باور ان بلس 2. تمام كده؟ كمل الفراكشن بتاعك. ملتبلاي روت 3 اوف باور ان. كده تمام؟ انزل لي تحت بقى. هتقول لي يا باشا روت 2 باور 4 ملتبلاي روت 2 باور ان ماينس 2. حلو الكلام؟ ها انا كده وزعت الباور عليهم كلهم. حضرتك معايا؟ تمام. اسال سؤال كده قبل ما اقول كلمه. مين شاطر يقول لي المساله دي كلها فوق وتحت فيها كام روت 2؟ 3 روت 2 صح؟ واحده فوق واثنين تحت صح؟ الباور اللي فوق سيم ساين واللي تحت اوبوزيت ساين. يعني حضرتك هتعمل كده بص يا باشا، تبقى روت 2 اهو بسم الله الرحمن الرحيم اهي. اللي فوق سيب الباور بتاعها بنفس الاشاره. يعني هكتب كده بص انا بشاور عليها اهو ان بلس 2. طيب الباور اللي تحت نعكس اشارته، ده 4 لا انا هكتب يا مستر ماينس 4. تمام؟ طب ده تحت ان لا انا هكتب يا مستر ماينس ان. تمام؟ طيب نيجاتيف 2 هكتب بلس 2. ماشي كده؟ كده خلصت كل روت 2. طب خش يا باشا على مين؟ على الروت 3. تمام؟ يلا. ها الروت 3 برضه في كام روت 3 في المساله؟ واحده بس صح؟ الباور بتاعها كام؟ واحده ولا اثنين؟ عارفين ليه اثنين؟ عشان انا ببص على المكان الغلط. وانت المفروض تبص على الخطوه دي ولا على الخطوه اللي دي؟ اه الخطوه اللي تحت دي. عندي واحده روت 3 اهي، واحده روت 3 اهي صح؟ طب هنكتب روت 3 ايه؟ باور ان بلس 2. تمام؟ وبعدين الثانيه دي فوق برضو معاها بلس مين؟ بلس ان. ماشي الكلام؟ طيب بص المفاجاه تعال. المفاجاه بقى عندي هنا، ركز معايا. الان اللي هنا هتروح مع الان اللي هنا صح؟ اشطب زي ما انا بعمل كده، يا ريت بالقلم الرصاص لو معاك. طيب بوزيتيف 2 وبوزيتيف 2 بوزيتيف 4 وماينس 4 لا راحوا مع بعض.
ماشي؟ يعني المساله كلها هتتبقى منها تبقى روت 2 باور مين؟ 0. طب تحت بقى روت 3. سؤال غبي قوي، هل الان دي تروح مع الان دي عشان هم سيم ساين؟ لا، دول هنعمل لهم بلس، هتبقى 2 ان بلس 2. حلو الكلام؟ طب يا مستر ان بكام؟ هو قال لك الان بكام؟ قال لك الان بكام؟ لا خلاص، يبقى انت كده خلصت. طيب روت 2 باور ايه؟ 0، اجابتك ب 1. ملتبلاي وسيب الاجابه دي زي ما هي. طب معلش يا مستر سؤال، هو لازم المساله تطلع فيها ان؟ الطبيعي الان تتكنسل، بس هي المساله دي الان طلعت فيه، المفروض ليها تكمله، يقول لك هات الفاليو لما الان ايكوال كذا. ماشي كده؟ طيب خش على السؤال اللي بعده، وبعد اذنك السؤال ده يا باشا ستار، تمام، واكتب عليه مهم لو سمحت. طيب ليه السؤال ده بالذات مهم؟ بص يا باشا، السؤال ده بالذات بنقول عليه مهم عشان خاطر حاجه، في مسائل كيوب روت وفي مسائل سكوير روت وفي فراكشن، عشان كده السؤال ده بالذات مهم. طيب الناس اللي عايزه تتعلم بقى كده تتصرف ازاي؟ مفيش آلة، مفيش آلة في السؤال ده. بص يا ريس، حضرتك هتعمل ايه؟ اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، شايف النيجاتيف ده؟ شايفه؟ طلعه بره. تمام؟ يعني انا دلوقتي لما اجي اعدل المساله، لا يا مستر المفروض المساله دي نيجاتيف كيوب روت 16، خلاص، اللي بتتكلم ماينس سكوير روت 28، تمام، بلس كيوب روت 54، تمام كده، وبعدين ماينس 14 اوفر روت 7. يبقى انت كده ظبطت حاجه واحده بس. طيب فاضل اعمل ايه بقى؟ اظبط الثلاثه دول. طب اظبط بقى ازاي؟ واحده واحده عليا. بالنسبه للكيوب روت بدون آلة، ماشي؟ حضرتك هتروح جاي كده على الجنب هنا يا باشا، يلا، ويا ريت يبقى على يمين الصفحه وانت بتحل. ادي ال 16 اعمل لها فاكتورايز اهو، ماشي؟ يلا 16 ديفايدد 2 تطلع 8، ديفايدد 2 تطلع 4، ديفايدد 2 تطلع 2، ديفايدد 2 تطلع ايه؟ 1. طيب كنا بنقول حضرتك ايه؟ كل ثلاث ارقام شبه بعض خد منهم واحد والباقي ايه؟ حبس. يعني بص كده، علم كده، دول هناخد منهم واحده 2، ماشي؟ وده يا ريس هيبقى ايه؟ حبس، اكتب عنده كده حبس. تمام؟ طيب يبقى انا كده يا مستر بص تحتها هقول له ايه؟ هقول له يبقى الكيوب روت بتاع ال 16، عشان بس باخد درجه على الحاجات دي، ايكوال تو كيوب روت 2. خلاص كده؟ ادي واحده. طيب فاضل لك مين كمان يا ريس؟ 54. طب تعال جنبها كده يلا اهو، ماشي؟ 54 ايدك شغال، ديفايدد 2 هيطلع 27. طب هل 27 تنفع تاني على 2؟ لا. خش على 3، ديفايدد 3 تدينا 9، ديفايدد 3 تدينا 3، ديفايدد 3 يدينا كام؟ 1. تمام؟ طيب يلا يا باشا، كل ثلاث ارقام شبه بعض خد واحد، يبقى ناخد من هنا 3 وده حبس. ماشي؟ طيب انا هحل على طول، يبقى مساله يبقى كيوب روت 54 بالنسبه لي هتبقى كانها 3 كيوب روت كام؟ كيوب روت 2. خلاص؟ وصل كده؟ فاضل لك واحد اللي هو ال 28 ده. بص يا باشا، بالنسبه لسكور ال 28 ده ممكن اعمله بالاله الحاسبه، تمام؟ محدش ياخد باله. فانا جيت بالاله الحاسبه كده، بص سكوير روت 28 تطلع الاجابه 2 روت 7 اهو يا باشا، 2 روت 7. تمام يا رجاله؟ طيب بالنسبه لل 14 اوفر روت 7 بقى دي ليها لعبه. بص انت ممكن تكتبها على الاله بس انا مش حابب كده، هي لعبتها بسيطه، مش هتاخد منك وقت. بص 14 اوفر روت 7، تمام؟ احنا زي ما اتفقنا ما بنحبش تحت يكون في سكوير روت. طيب هنعمل ايه يا سعاده الباشا؟ بص اللعبه، هنعمل ملتبلاي فوق روت 7 وتحت روت 7 بس، شوف مين اللي تحت وكرره مرتين. ويا عم مش هتعبك، انا والله ما هتعبك، انا هخليك تعملها بالاله برضه، ماشي؟ يعني بعد ما تعمل الحركه دي امسك الاله اكتب عليها 14 اوفر روت 7، خلاص، دوس ايكوال يا ريس 2 روت 7. الله، امال احنا عملنا الخطوه دي ايه؟ اعتبرها منظر، اعتبرها منظر. طيب كده كام حاجه اتظبطت؟ انا عايزك الحاجه اللي اتظبطت تحط عندها ستار، دي واحده ودي الثانيه ودي الثالثه ودي الرابعه، صح؟ اربع حاجات ظبطناهم. طيب بص بقى، عشان انا عايز اغلطكم كلكم هنا دلوقتي الفاليو، ماشي؟ مين شاطر يقول لي اشيل ده واحط مكانه كام؟ اللي قال 2 كيوب روت 2 راح منه السؤال. مش في نيجاتيف كنا مطلعينها بره؟ صح؟ يبقى نيجاتيف 2
كيوب روت 2. خلاص كمل. ماينس، اكتب ماينس 2 روت 7. تمام. بلس، انا هكتب بلس. ماشي. ال 54 هقول له 3 كيوب روت 2. تمام. الاخير ماينس، هكتب ماينس 2 روت 7. حلو الكلام. طيب الناس اللي مسكت الاله غلط غلط غلط، المساله دي مش مساله اله. تمام. رتب جنب ايه؟ هات لي الحاجات الكيوب روت جنب بعض والسكوير روت جنب بعض. تمام. يعني يا استاذ كده بص، هتبقى نيجاتيف 2 كيوب روت 2. تمام. وبعدين بلس 3 كيوب روت 2. ماشي. ماينس 2 سكوير روت 7 ماينس 2 سكوير روت 7. حلو. بص يا باشا بقى كده ركز الله يكرمك. انا اسال سؤال، هم كل دول هيتحسبوا على بعض؟ لا، امال اعمل ايه؟ اول اتنين بس مع بعض واخر اتنين مع بعض. طيب عشان ما تعبكش انا خليك تعمل حاجه. بص يا باشا كده، مين الرقم اللي قدام الكيبورد 2؟ نيجاتيف 2 واللي بعده 3. اكتب على الاله نيجاتيف 2 بلس 3 بس. اجابتك كام؟ 1. فانا ما بكتبش ال1، فانا هقول له الاجابه بتاعتي تبقى ايكوال كيوب روت 2 بس. كيوب روت 2 بس. تمام. خش اللي بعده. نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 تبقى نيجاتيف 4 سكوير روت 7. نيجاتيف 4 سكوير روت 7. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ find the solution. بس بيقول لك ايه؟ find the solution set of each of the following in R. بص علم على كلمه R. تمام. اي اجابه، بص بقى، R اي اجابه تخص Q معاك، واي اجابه تخص Q داش معاك، لان الار بتتكون من الاثنين دول. طيب في فرق شاسع، في ناس ما بتعرفش تحل السؤال ده، السؤال ده جاي لك اهو، والله جاي اهو، والله جاي في الاخر. ماشي. السؤال بيقول لك ايه؟ لو جات لك مساله فيها اكس باور 2 بس، حضرتك لو مساله فيها اكس باور 2 بس ما فيهاش اكس، دي ما بتتحلش فاكتورايز. تمام. ازاي؟ حضرتك دي تحل بطريقه ثانيه، دي بودي الفايف الناحيه الثانيه، واخد بالك؟ اي مساله فيها اكس واحده بس ماليش دعوه مهما كان الباور بتاعها، وادي الرقم الناحيه الثانيه يبقى 2 اكس باور 2. حضرتك هتقول لي ايكوال 9 بلس 5. ماشي. يبقى 2 اكس باور 2 ايكوال 14. تمام. طيب حضرتك المفروض تعمل ايه دلوقتي؟ هتقول لي ديفايدد 2 ديفايدد 2. ماشي. 2 تروح مع 2 يبقى اكس باور 2، بص كده معايا، ايكوال 7. طيب المفروض يا مستر الباور 2 العكس بتاعه بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت. تمام. هنقول له كده يبقى الاكس ايكوال يا استاذه بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت 7. سؤال بقى، هل ال7 ليها سكوير روت؟ لا، يعني الرقم ده المفروض موجود في آلة مين اصلا؟ الكيو داش. هو كده كده موجود في الار. تمام. بس هو بيسالني عن الار، لو سالني عن كيو داش هقول له ده. مين شاطر بس يرد على السؤال الشفوي ده؟ لو قلت لك انا عايز السوليوشن سيت ان كيو، يبقى الاجابه ايه؟ فاي. برافو عليكم. يبقى انا اقول له كده سوليوشن سيت ان ار. تمام. اكتب له الاجابتين، واحده اسمها روت 7 واحده اسمها نيجاتيف روت 7. خلاص. طيب خش اللي بعده. السؤال اللي بعده تعالى. برضه يا مستر في اكس واحده في المساله، يبقى انا اخلي الاكس لوحدها وادي 7 يا باشا الناحيه الثانيه عكس الاشاره، يبقى 1 اوفر 3 اكس باور 3. 1 اوفر 3 اكس باور 3 ايكوال 6 ماينس 7. تمام. يبقى 1 اوفر 3 اكس باور 3. تمام. ايكوال نيجاتيف 1. بص بقى عشان في فراكشن هيضايقك دلوقتي. تمام. الفراكشن ده معمول ملتبلاي، صح؟ اكتب ملتبلاي كده. عكس الملتبلاي ديفايدد. هنوديه الناحيه الثانيه يا استاذه. تمام. ضيفه. هنوديه الناحيه الثانيه بالديفايدد. يعني هنقول له كده يبقى اكس باور 3 ايكوال نيجاتيف 1 ديفايدد 1 اوفر 3. ماشي. طيب خد اللقطه الثانيه. يبقى اكس باور 3 بالاله تطلع الاجابه نيجاتيف 3. سؤال، هو في حاجه اسمها بوزيتيف اور نيجاتيف كيوب روت؟ في حاجه اسمها بوزيتيف ونيجاتيف كيوب روت؟ لا، كيوب روت بس. حلو. طب لما اخد الكيوب روت للمساله، حضرتك هتقول لي يبقى الاكس ايكوال كيوب روت. تمام. نيجاتيف 3. سؤال، الرقم ده موجود في الكيو ولا كيو داش؟ كيو داش. اكتب جنبه كده بيلونج للكيو داش. خلاص. يبقى السوليوشن سيت ان ار. تمام. هقول له ايكوال الكيوب روت لنيجاتيف 3. وصل كده؟
طيب في حاجه ناقصاني، فاكرينها؟ اوعى تنسى البراكت، اوعى تنسى البراكت. خلاص. السؤال اللي جاي بيقول لك ايه؟ يقول لك انا عندي هنا الاي نيجاتيف 5 وبوزيتيف انفينيتي، البي نيجاتيف انفينيتي و2. خلاص. يقول لك باي يوزنج ذا نمبر لاين، انا عايز احسب كل دول. هو سؤال واحد حلو على الانترفال بس. بص يا باشا، ارسم معايا نمبر لاين كده يلا. تمام. هتحط هنا نيجاتيف انفينيتي وهنا بوزيتيف انفينيتي. خلاص. طيب هنشوف كده واحده واحده انت بتتكلم بتقول ايه. قال لي الايه من نيجاتيف 5 لبوزيتيف انفينيتي. طيب تعالى كده نيجاتيف 5 احطها هنا، خلي الرقم بعيد عن النمبر لاين واخرك بوزيتيف انفينيتي. تمام. طيب النيجاتيف 5 اوبن، فحضرتك هنا هلون المنطقه دي كده بالظبط. ماشي. وهكتب عليها اسمها ايه، اوعى تنسى. تمام. طيب البي، ماشي، البي بالنسبه لي قال لي من نيجاتيف انفينيتي ل 2. طيب من نيجاتيف انفينيتي ل 2، ال 2 اكبر من نيجاتيف 5. طب انا هخلي ال 2 تبقى هنا. خلاص. ال 2 هتبقى كلوزد. ماشي. وهوصل بده. بص بقى لما اجي لك رسمه زي كده عايز ترسمها عشان برضو ما تعكش الدنيا، لو انت يعني بتفرق معاك الالوان، ارسم واحده باللون الازرق القلم بتاعك، واحده بالرصاص. طيب طلباتك ايه؟ بص انا عايز كل حاجه. طيب تعالى كده نمسكهم واحده واحده. السؤال الاول، بص يا باشا، الراجل بيقول لي انا عايز اجيب الاي يونيون بي. تمام. يونيون اكتب كله، كلمه السر كله. تمام. يعني من اول حاجه لو انتهى شمال لاخر حاجه يمين. بص كده قبل ما امسح، يعني اخد كل المنطقه دي صح؟ مين شاطر يقول لي يعني الاجابه من فين لفين؟ ها؟ من نيجاتيف انفينيتي لبوزيتيف انفينيتي. يعني كانك خدت الار كله صح؟ نمبر لاين كله. طيب السؤال اللي بعده، طيب يا مستر انا عايز اجيب A intersect B. انا عايز المنطقه المشتركه. بص على اللونين دول وركز. ها؟ المنطقه اللي فيها اللون الازرق والاحمر. ها؟ من فين لفين؟ ها؟ اقول له من نيجاتيف 5 لحد 2. ماشي. نيجاتيف 5 كان اوبن وال2 كان كلوزد. خلاص. طيب بص بقى الاثنين اللي جايين دول عشان دول اللي انتوا بتعكوا فيهم. هنا بيقول لي انا عايز A ديفرنس B. تمام. وبي ديفرنس A. تمام كده. حضرتك بعد اذنك سايب اللي في ايدك خالص، سامعني بقى. طيب بنقول هنا يا باشا A ديفرنس B، انا عايز اكنسل البي. طب البي هي اللي مكتوبه فين؟ تحت. انا نسيت اكتب عليها بي. تمام. طيب يلا بص يا باشا، انا عايز اشطب البي بالكامل بالكامل. طيب بص كده يا حبايبي، كل ده بص انا عمال اشطبه، كل ده هشطبه. كل اللون الاحمر هلغيه من حياتي. بص اخرك هنا، بص واقف هنا ما تعديش. طيب سؤال بقى، بعد ما حضرتك شطبت البي كلها، الجزء اللي اتبقى من فين لفين؟ من 2 لبوزيتيف انفينيتي. طب انا هكتب من 2 لبوزيتيف انفينيتي بس على شرط، الحاجه اللي انت شطبت عليها، الرقم اللي انت شطبت عليه اللي انت خدته ده، لو هو كلوز خليه اوبن، ولو هو اوبن خليه ايه؟ كلوز. طب انا عندي 2 كلوز، لا يا مستر خليها اوبن، وده كده كده اوبن. خلاص. طب يا مستر معلش مش فاهمها، اصل بصراحه ما حضرتش الدرس ده. مفيش مشكله، ركز معايا احل لك الثانيه. بص قال لك يا مستر انا عايز بي ديفرنس ايه. تمام. يبقى انا هشطب مين يا رجاله؟ الايه. طب يلا همسك الايه اشطبها. الايه باللون الايه؟ الازرق. بص اشطب عليها كلها خالص اهي. بص ما تشطبش انت بس، خليك معايا. شطبتها كلها اهي، اخرك هنا. تمام. طيب الجزء اللي اتبقى لحضرتك من فين لفين؟ من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 5. طب من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 5. طيب الانفينيتي كده كده اوبن. طيب النيجاتيف 5 اللي انت شطبت عليها كانت ايه؟ اوبن. او انا مخليها ايه؟ كلوزد. وصل كده؟ طيب يبقى دي كده بالنسبه لطريقه الشطب. طيب السؤال اللي بعده يقول لك انا عايز الاي داش. احلى سؤال. الاي داش انا عايز بقيه النمبر لاين، حط نقط كده. بقيه النمبر لاين. تمام. بقيه النمبر لاين من فين لفين؟ هتقول لي من نيجاتيف انفينيتي لحد النيجاتيف 5. بس النيجاتيف 5 يا مستر كانت اوبن، فانا هخليها كلوزد، وده كده كده ايه؟ اوبن. طب يا مستر انا عايز اجيب البي داش. خلاص. البي داش يعني عايز بقيه البي. تعالى كده عند البي، خد خط كده نقط، امشي للاخر. تمام. طيب من اول ال2 لحد مين؟ بوزيتيف انفينيتي.
طب يا مستر ال2 كانت كلوز، يبقى انا اسف اخليها اوبن. تمام، والانفينيتي كده كده اوبن. ماشي الكلام؟ طيب ده بالنسبه للسؤال ده جاي لك جاي لك. طيب بص يا ريس السؤال اللي بعده. بص هنا السؤال اللي جاي بيقول لك يا ريس انا عايز اعمل سمبليفاي للمساله دي. بقول لك ايه، ممكن حد يتلكك لك يقول لك فين الستبس. وارد. بص احنا قلنا مستر مساله السكور روت بالاله. طب بقول لك ايه، انا مش ضامن بصراحه اللي بيصحح، انا مش ضامن. تمام، فانا هعمل حركه حضرتك. بص يا ريس تعالى نعمل فاكتورايز كده عشان عايز اوريك حاجه على السريع. يلا من غير آلة، هحلها من غير آلة، بكرر اهو. يلا يا باشا كده امسك ال 75 اهو. تمام، ها هنعملها ديفايدد 2 مش نافعه، ديفايدد 3 نفعت هيدينا 25. طيب ديفايدد 3 تاني مش هتنفع، هناخد 5 تدينا 5 ديفايدد 5 تدينا ايه 1. طيب حضرتك سمعت احنا قلنا السكور روت ها اللي هو ماشي كل اتنين شبه بعض بطلع واحد، وده حبس. ماشي. طب بقول لك انا هحل على طول، دي هشيلها واكتب تحتها 5 روت 3 خلاص ماينس ال2 سيبها زي ما هي، افتح براكت وهنظبط مع بعض السكور ال 27. تعالى يا باشا نعملها كده الفاكتورايز بتاعها. ماشي يلا 27 مش هتيجي معانا على 2 ديفايدد 3 تدينا 9 ديفايدد 3 تدينا 3 ديفايدد 3 تدينا كام 1. في ناس اصلا مش حافظه الارقام اللي بتستخدمها، اعملها لك اهي فوق، بجرب يا اما 2 يا اما 3 يا اما 5 اخرك 7. اخرك 7 دي الارقام لازم تبقى حافظها. تمام. طيب يلا يا باشا بص يا باشا كده، هنا كل رقمين شبه بعض خد واحد وده حبس. تمام، يبقى السكور روت 27 هخليه 3 سكور روت 3. خد بقى اللقطه اللي جايه واسمعني كويس. ماشي بص يا باشا المساله هنا فيها فراكشن، فانا هعمل ايه، انا عايز ال 3 تخش جوه السكور روت، بس هتخش على انها ايه، اكتب جنبها كده ملتبلاي 3 باور 2. تمام. تاني لما عاوز رقم يخش جوه السكور روت هتخش على انها 3 باور 2، يعني هخلي مساله كانها بلس. ماشي بص اللعبه تعالى يا باشا، هنيجي بالاله كده اهو. ماشي اكتب يا باشا سكور روت على الاله وروح كاتب 1 اوفر 3 مش عايز اسمع صوت ملتبلاي 3 باور 2. حلو، الاجابه طلعت كام؟ روت 3. تمام، بس لازم تعمل الخطوه دي في ورقه الاجابه. تمام، انا بس عشان ما فيش مكان، فتطلع الاجابه روت 3. خلاص. طب ظبط بقى مسألتك، دي هتبقى 5 روت 3 زي ما هي. ماشي، ده تايم ده هيبقى ماينس 6 روت 3. تمام، وده بلس روت 3. طيب مفيش رقم قدامه، بعد اذنك حط قدامه 1. تمام يا استاذه، احسب بقى معايا 5 ماينس 6 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 بلس 1 0، يبقى الاجابه كلها بزيرو. الاجابه كلها بكام؟ بزيرو. تمام، ما بتعرفش تحسب بالاله اكتب على الاله 5 ماينس 6 بلس 1. تمام. طيب اللي بعده بص، اللي بعده انا مش هحله كله، انا هوريك بس لقطه بس منه. ماشي بص هنا دي ازاي تتظبط. تمام، هكتبها بس ومش هكمل المساله. اكتب يا باشا كده كيوب روت 3 1 اوفر 9. انا عايز اشرح للي بيصحح هو بيعمل ايه، بقول مش هكملها. تمام، هنا ال 3 عشان تخش جوه الكيوب روت هتخش على انها 3 باور 3 لحد دلوقتي، يعني اقول له كده ايكوال كيوب روت. تمام، هنكتب كده 1 اوفر 9 ملتبلاي 3 باور 3. تمام، بعد اذنك للمره الثالثه ما تكتبش كيوب روت على الاله. سمعتني؟ ما سمعتش. ما تكتبش كيوب روت على الاله دي غير السكوير روت. يعني بص هوريك كده الغلطه اللي هعملها. انا لو جيت عملت كده على الاله، بص يا باشا شيفت كيوب روت ورحت كاتب بايه؟ بايه 1 اوفر 9 خلاص، ورحت جاي كده عامل ملتبلاي 3 باور 3. بص اللي هيحصل، مساله طلعت ديسيمال. هقولها لك، لو كتبت مساله ديسيمال في سؤال زي ده بسم الله الرحمن الرحيم زيرو من اول السؤال لاخره محدش هيقراه. تمام. طب امال اعمل ايه يا استاذ؟ لا هي مش كده، انا هكتب نفس المساله بس من غير الكيوب روت. يعني هكتبها كده بص ملتبلاي 3 باور 3. تمام، تطلع الاجابه كام؟ 3. يبقى انا كده كل اللي جوه ده علم عليه كله كده هيتحسب على الاله، هشيله تبقى مساله كانها كيوب روت 3. هو ده اللي انا عايزه.
وطبعا انت عارف هتظبط دي ازاي وعارف هتظبط دي ازاي. ماشي الكلام؟ طيب السؤال اللي بعده بص يا باشا كده هنا بيقول لك ايه؟ انا عندي الاكس ايكوال روت 7 بلس روت 5 والواي روت 7 ماينس روت 5 فاين ان ذا سمبلست فورم. ماشي؟ ازاي تعمل خدعه للي بيصحح وتاخد الدرجه كامله مع انك حالل بالاله. بص يا باشا بعد اذنك بروز الاكس دي بالكامل، يلا امشي معايا مش هستنى. ادي الاكس تمام وادي الواي، خلاص كده. يلا عايزين نحسب اكس باور 2 ماينس واي باور 2. يلا هنشيل الاكس افتح براكت اكتب يا باشا روت 7 بلس روت 5 باور 2 ماينس هنا اللي بعده روت 7 انا بقول واي ماينس روت 5 وعليه باور 2. بص يا جماعه الباشا اللي هيعمل الحركه دي هياخد زيرو. الباشا اللي هيكتب المساله دي كلها على الاله كده هياخد صفر. طب اعمل ايه يا مستر؟ تعال بص يا حبيبي اعمل الحركه اللي علمها لك دي، حط براكت ماينس براكت واحسب ده بكام واحسب ده بكام، بين لي ان انت بتعمل خطوات. تمام؟ بص يا باشا كده الاله اهي. طيب اقول براكت روت 7 وبعدين بلس روت 5 ماشي اقفل باور 2 خلاص تطلع الاجابه 12 بلس 2 روت 35. 12 بلس 2 روت 35. الثانيه انا متاكد انها تطلع نفس الاجابه بس بعكس الاشاره. بص كده اهو هشيل ده واخليه ماينس 12 ماينس 2 روت 35. خلاص بص بقى الناس الحلوه اللي مش قادر يكمل يبقى يكتب المساله دي على الاقل. طب اللي قادر يكمل بص يعمل ايه؟ يا مستر البراكت ده مفيش قدامه اي حاجه نزله زي ما هو يبقى 12 بلس 2 روت 35. تمام؟ البراكت ده كله قدامه ماينس صح؟ اكتب عليه يا باشا تشينج غير الاشارات. يعني ايه يا مستر؟ يعني 12 يا حاجه يبقى ماينس 12 نيجاتيف 2 تبقى بوزيتيف 2 روت 35. لو انت بني ادم محترم اكيد عارف ان في اتنين هنا يروحوا مع بعض، مين ومين؟ 12 وال12 صح؟ طيب و2 وال2 هيروحوا مع بعض ولا يتعملوا بلس؟ هيتعملوا بلس يبقى الاجابه 4 روت 35. خلاص؟ طيب السؤال اللي بعده سريعا تعالى اكس بلس واي اوفر اكس واي ماينس 1. السؤال ده اتكرر في امتحانات كتيره وفي التقييمات كمان. طيب حضرتك هتعمل ازاي؟ يلا يا باشا اعمل فراكشن. خلاص؟ الاكس اكتبها زي ما هي، يعني اكتب كده روت 7 بلس روت 5 ماشي بلس اجابه الواي اكتب يا باشا كده الواي بكام؟ روت 7 ماينس روت 5. والله لو ما كتبت الكلام ده لا تندم. طيب بص معايا اكس واي تمام. انا هعمل براكتين براكت للاكس ملتبلاي براكت للواي وما تنساش تكتب بره ماينس 1. حلو. طيب تكتب يلا هنشيل الاكس ونكتب ايه؟ روت 7 بلس روت 5. تمام. الواي هيبقى روت 7 ماينس روت 5 ماينس 1. طيب بص بقى خليك شاطر انا ممكن اقول لك اكتب دول بالاله سهله، اللي فوق بس اكتب اللي فوق لوحده واللي تحت لوحده ما تعملهاش كلها سلطه. طيب الشاطر بقى يعمل ايه؟ تعالى واحده واحده. مين شاطر يقول لي بص فوق بعينه كده يقول لي في اتنين هيروحوا مع بعض؟ الروت 5 هيروح مع روت 5. الاشطر منه 1 روت 7 بلس 1 روت 7 يبقى 2 روت 7. حلو. الشطار ماشي. طب البراكتين دول مش كونجوجيت لبعض؟ طيب يعني ايه كونجوجيت؟ برضه مش فاهم يعني ايه كونجوجيت. حضرتك لو عايز تعملهم بالاله اعملهم بس انا عايز اشغل دماغي. مين شاطر يقول لي روت 7 ملتبلاي روت 7 7. طيب روت 5 تايم روت 5 بس انا هكتب ماينس 5 عشان البوزيتيف تايم نيجاتيف وفي عندي هنا ماينس 1. تمام. طيب عايزين الطالب المحترم يبقى المساله فوق 2 روت 7 احسب تحت معايا كلنا مع بعض شغل ابتدائي 7 ماينس 5 2 2 ماينس 1 1. اي حاجه ديفايدد 1 تنزل زي ما هي. لا ايه اللي ملهاش لازمه تنزل زي ما هي. خلاص. طيب تعالى يا باشا كده السؤال ده هنا الاسئله دي يلا بسرعه بقى. بص يا باشا المساله دي محلوله قلنا يقول لك simplify 8 باور اكس تايم 9 باور اكس اوفر 18 باور اكس then find the value لما الاكس equal 2. لما جه لي مساله زي كده قال لي 8 خلاص ال 8 دي عباره عن ايه؟ على جنب كده والله يا مستر ال 8 دي عباره عن 2
ملتبلاي 2 ملتبلاي 2. خلاص. ال 9 عباره عن 3 ملتبلاي 3. ال 18 بص اللعبه، افهم اللعبه. ال 18 والله يا مستر عباره عن 2 ملتبلاي 9، بس انا ال 9 دي كمان ممكن افكها تبقى 3 تايمز 3. يعني ال 18 دي كلها ممكن تقول لي عباره عن 2 ملتبلاي 3 ملتبلاي 3. انا عايزك تفك الارقام لاخر حاجه. طيب فانا همسك ايه؟ همسك السؤال ده كده سريعا. بص هعمل حركه حلوه قوي. ال 8 هفكها 2 تايم 2 تايم 2، تمام، وعليها باور اكس يا استاذ حازم. ال 9 هتبقى 3 ملتبلاي 3 وعليها من بره باور اكس. ال 18 هفكها تبقى 2 تايم 2 تايم 3 تايم 3 وعليها من بره باور اكس. طيب ابدا بقى تعمل ايه؟ اول مرحله وزع الباور على المساله كلها. تمام؟ يعني هنا عندك كام 2 عليها باور اكس؟ 3. يبقى نكتب كده 2 باور اكس ملتبلاي 2 باور اكس ملتبلاي 2 باور اكس ملتبلاي وزع ال 3 3 باور اكس ملتبلاي 3 باور اكس. انزل لي تحت وزع الباور اللي فوق 2 باور اكس ملتبلاي 3 باور اكس ملتبلاي 3 باور اكس. هديك لقطه هديه عشان ما ايه ما تقعدش ترغي كتير. بص واحده من دول الله يكرمك ركز، ممكن اعملها بالطريقه دي. دي تروح مع دي، تمام، ودي تروح مع دي، ودي تروح مع دي. مين هيتبقى؟ 2 بس فوق، تمام. يعني هنا هتقول لي تبقى 2 باور، اعمل قد الباور اللي هي اكس بلس اكس. حلو. يعني كانها 2 باور 2 اكس. كده انت عملت السمبليفاي. طب قال لك هات الفاليو لما الاكس بكام؟ ب 2. هقول له يا باشا الفاليو ايكوال 2 باور 2 ملتبلاي 2، يعني كانها 2 باور 4. الاجابه ايكوال كام؟ 16. خلاص هبعت لك الحل على الواتس ما تقلقش. طيب خش يا باشا السؤال ايه اللي بعده. تعال السؤال الاولاني. لما يجي لك سؤال زي كده ماشي، ويقول لك براكت وعايز قدامه حاجه، اعرف ان السؤال ده اسمه هايست كومن فاكتور. بص معايا، ال 25 وال 15 ينفعوا ديفايدد 5. خلاص. عندي هنا A وعندي A باور 2، لا انا هاخد ال A. ماشي. عندي هنا B وعندي هنا B متكرره، فانا هاخد ال B. طيب على فكره لازم اتاكد من الاجابه. ازاي؟ يعني بص معايا كده 25 ديفايدد 5 يدينا 5. A ديفايدد A راحوا مع بعض، B ديفايدد B راحوا مع بعض، يبقى انا كده اول حاجه صح. تمام. طالما الاولى صح يبقى الثانيه صح، يبقى الاجابه بتاعتي تعتبر 5AB. وعلى فكره ممكن السؤال يسالك بطريقه ثانيه، يقول لك الهايست كومن فاكتور از نقط. تمام. هتقول لي برضو نفس الاجابه، ها 5AB. السؤال اللي بعده بيقول لك عندي هنا اكس باور 2 براكت 3A ماينس B ماينس واي براكت B ماينس 3A ايكوال. بص يا باشا كده بالراحه، تعالى. انا اول حاجه عندي هنا البراكت ده والبراكت ده، تمام، شبه من بعض، فيهم شبه من بعض، بس انا حاسس اشاره متغيره. فانا هعمل حركه حلوه قوي. بص تعالى عند المساله كده اكتب لي اكس باور 2 تحتها كده اخلص 3A ماينس B، تمام. وهعمل حركه، هي دي بقى المشكله معاكم. البراكت ده انا هخليه بدل B ماينس 3A اخليه 3A ماينس B. موافق بشرط الاشاره اللي في النص تتعكس، يبقى خليه بلس واي ملتبلاي 3A ماينس B. طيب لو حضرتك ركزت معايا كده يا باشا، اللي عندك ها مش البراكت ده متكرر مرتين، يبقى المفروض اكتبه مره واحده، يبقى 3A ماينس B، تمام. واللي يتبقى حطه في براكت جديد، يبقى انا المفروض اكتب اكس باور 2 بلس واي. طب اكس باور 2 بلس واي يبقى انا اختار الاجابه الاولى، تمام. طيب الاسئله المشهوره جدا، السؤال اللي جاي علم على المشهور، تمام. بيقول لك يا باشا علم كده زي ما انا بعلم. بيقول لك لو شفت المساله بص يا حبايبي، بيقول لك 3A بلس B ايكوال 5، بروز دي، تمام، بروزها كده لوحدها زي ما انا بعمل، تمام. طيب في 2M ماينس ال N ايكوال 8، علم على دي لوحدها. قال لك انا عايز احسب المساله دي كلها. طيب بالراحه واحده واحده. بص يا ابني، بص لي على اول اتنين كده، عايز اعرف مين الكومن فاكتور بتاعهم. عندك 6 وعندك 2 ينفعوا ديفايدد كام؟ 2. طيب عندك ام وعندك ام، علم صح زي ما انا بعمل كده، طلع الام بره. طيب عندك ايه وعندك بي، لا كده خلاص ماشي، افتح براكت ونكتب اللي بقى. طيب 6 ديفايدد 2 يبقى 3، ام خدت منها ام في 60 داهيه، يتبقى مين؟ ايه. هنا بلس
انا هكتب بلس 2 ديفايدد 2 راحوا مع بعض، شيل كمان الام يتفضل بي زي الفل. طيب هنا، طيب عندي هنا ماينس صح؟ طب انا هكتب ماينس. سعاده الباشا لما بكتب ماينس اعرف ان انت عندك مرحله اسمها مرحله تشينج. حلو؟ طيب عندي هنا بص، هنا مفيش، هنا في 3 وهنا مفيش رقم، خلاص مش هناخد رقم. تمام؟ طب انا عندي هنا ان وعندي هنا ان، ماشي؟ هناخد الان، بس خد بقى اللقطه عشان ما تقعش في المطب ده. بص يا باشا، هنا نيجاتيف، هسالكم انتوا بقى اللي هتردوا عليا، نيجاتيف ديفايدد نيجاتيف بوزيتيف، برافو. الان هتروح مع الان، مين هتبقى؟ 3a. تمام؟ طيب نيجاتيف ديفايدد نيجاتيف بوزيتيف، الان هتروح مع الان فهيتفضل بيه. السؤال هنا بقى، تمام؟ ها ما تقعدش، لو بصيت هنا مش البراكت ده موجود هنا وموجود هنا بالملي؟ ناخد البراكت نفسه كومن فاكتور، يعني شيل بقى ده، اشطب عليه كده واشطب عليه واكتبه مره واحده. يبقى انا هكتب كده يا باشا، يبقى 3a بلس b، واللي يتبقى حطه في براكت جديد. فانا هكتب في البراكت الجديد 2m ماينس ال n. لا اسمع صوت. طيب قال لك بقى بص معايا، الحاجات اللي انا مبروزها جه وقتها، شيل كل حاجه وحط اجابتها. اشيل 3a بلس b اللي هو ده واحط كام؟ 5 ملتبلاي، واشيل ال 2m ماينس n واحط مكانه كام؟ 8. 5 ملتبلاي 8 يبقى الاجابه كام؟ 40. يبقى اروح اختار اول اجابه. تمام؟ طيب السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده فكره جديده، الناس اللي ما حضرتش المراجعات. يقول لك x بار 2 minus ax plus 12 is factorizable، يعني ينفع يتعمل له فاكتورايز. تمام؟ then بروز كلمه الايه كان بي ايكوال كام؟ طب سعاده الباشا المحترم، لازم تفهم اصلا ده مش هينفع معاك آلة، مش هينفع آلة، لازم تعرف فاكتورايز بيتعمل ازاي. تمام؟ طيب اولا احنا قلنا لما الاشاره الاخيره تبقى بلس، تمام؟ فانا بقول الرقمين اللي انا عايزهم يبقوا سيم ساين. اكتب الشرح، اكتب الشرح. تمام؟ طيب انا عايز اعرف رقمين الملتبلاي بتاعهم 12. اكتب يا باشا على جنب كده، انا عندي 1 تايم 12 وعندي 2 تايم 6 وعندي 3 ملتبلاي 4. حلو؟ ماشي. طب طالما انت قلت بلس، انا عايز الرقمين دول يبقى الصم بتاعهم قد الرقم اللي في النص. تمام؟ طيب انت عارف انت اخترت انهي رقمين؟ هل انت عارف اخترت انهي رقمين؟ ما اعرفش. طب ما اعرفش، ما تقعدش تفزلك، هات الصم بتاعهم كلهم، هات لي كل الاجابات المتوقعه. دول الصم بتاعهم 13، دول الصم بتاعهم ب 8، دول الصم بتاعهم بكام؟ 7. تمام؟ طيب عشان تبقى الصم بتاعهم بالرقم ده، مين الاجابه من دول اللي موجوده؟ الوحيده اللي موجوده مين؟ 7. يعني هي مش اجابه محدده، انا ما اعرفش هو عملها فاكتورايز ازاي. تمام؟ بس انا بقول لك ايا كان، سواء اختار ده او اختار ده او اختار ده، سواء اختار ده يبقى الصم 13، لو اختار ده يبقى الصم 8، لو اختار ده الصم 7. هل انت عارف هو عايز يختار مين؟ لا. طب مين الاجابه من دول؟ مش هتلاقي الثلاثه اكيد، هتلاقي واحده فيهم. فانا لقيت الاجابه 7 اختار 7. طيب يعني خش السؤال شبهه، بيقول لك انا عندي اكس بار 2 بلس 7 اكس بلس بي، هنا رمى الرقم في الاخر، is factorizable. تمام؟ then البي كان بي ايكوال. برضه لازم ابقى فاهم معنى الفاكتورايز مش بالاله. بص يا باشا، انا عايز رقمين البرودكت بتاعهم يدينا الرقم اللي هيتكتب هنا، بشرط انت كاتب هنا بلس صح؟ يطلع الصم بتاعهم بكام؟ ب 7. الصم بتاعهم بكام؟ 7. يعني رقمين تايم بعض يدينا اي حاجه، المهم ان الصم بتاعهم ب 7. طيب كام تايم كام يدينا 3؟ 3 تايم 1 صح؟ طيب الصم بتاعهم بكام؟ 4. ينفع ده؟ ينفع رقم ناقص يبقى 3؟ لا، ارميه في الزباله. طيب كام تايم كام يدينا 4؟ عندي 1 تايم 4 وعندي 2 تايم 2. تمام؟ دول الصم بتاعهم بكام؟ 5. دول الصم بتاعهم بكام؟ 4. لا مش هينفع معانا، ما اعترضش. طيب خش على ال 18. ال 18 انا عندي 1 ملتبلاي 18 صح؟ طب ده الصم بتاعه كام؟ 19. ارمي. طب كام تايم كام تاني يدينا 18؟ 2 ملتبلاي 9. طيب ده الصم بتاعهم بكام؟ 11. لا ما عطلكش. طب انا عندي 3 ملتبلاي 6 يدينا 18، دول الصم بتاعهم بكام؟ ب 9. يا مستر انا عايز الصم 7، ما تتعبناش بقى. خش اللي بعده، حبيب قلبي ده نيجاتيف 18. سؤال بقى، انت عايز رقمين الملتبلاي نيجاتيف 18، يعني واحد بوزيتيف والتاني ايه؟ نيجاتيف. حلو الكلام؟ طيب ركز معايا،
كام تايم كام يدينا 18؟ بس خد بالك انت هنا لو تختار رقم نيجاتيف 18 انت عايز رقمين يكونوا اوبوزيت ساين، اكتب الشرح يكونوا اوبوزيت ساين، تمام؟ والكبير فيهم يكون زي اللي في النص، الكبير فيهم يبقى زي اللي في النص. يعني مثلا كام تايم كام يدينا 18؟ انا لسه قايل 1 تايم 18 صح؟ طيب في الحاله دي ال 18 تبقى هي البوزيتيف وال1 يبقى هو النيجاتيف. دول الملتبلاي بتاعهم فعلا نيجاتيف 18، بس يا باشا الصم بتاعهم بكام؟ الصم بتاعهم بكام؟ نيجاتيف 1 بلس 18 كام؟ 17. لا ما تنفعش. طيب ممكن يا مستر اقول نيجاتيف 2 ملتبلاي 9. طيب دول الصم بتاعهم بكام؟ الصم كام؟ 7 صح؟ هي دي الاجابه اللي بدور عليها. تمام؟ يبقى الرقم اللي ينفع يشتغل معانا يظبط المساله دي هو الدي. ماشي؟ طيب السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يا باشا بعد اذنك مهم، اكتب عليه. خلاص؟ طيب الراجل بيقول لك انا عندي هنا اكس باور 3 بلس واي باور 3 ايكوال 20. اتعلم تلخص، بروز الاجابه دي، بروز الاجابه دي بسرعه. وبيقول لي الاجابه دي اكس باور 2 ماينس اكس واي بلس واي باور 2 ايكوال 4. ماشي يا محترم؟ بيقول لي انا عايز احسب 2 اكس بلس 2 واي. تمام كده؟ طيب ركز معايا كده، سؤال سريع. مين الاكسبريشن اللي عليه اكبر باور؟ اول واحد. طيب اكتبه يا باشا معايا بعد اذنك، اكس باور 3 بلس واي باور 3. طيب السؤال السريع انا براجع الفاكتورايزيشن، هما الاثنين دول ليهم سكوير روت ولا كيوب روت؟ كيوب روت، يبقى الفاكتورايز بتاعهم براكت صغير وبراكت كبير. مركزه معايا اللي عايزه تنجحي؟ تمام. يلا الكيوب روت للاكس باور 3 باكس، الكيوب روت لواي باور 3 بواي، الاشاره اللي في النص بلس، اكتب يا باشا بلس على طول. تمام؟ طيب البراكت الكبير هنجيبه ازاي؟ ثلاث مراحل. الاولاني تايم نفسه اكس تايم اكس اكس باور 2، الاخير دايما بوزيتيف واي تايم واي واي باور 2، اعكس الاشاره بوزيتيف بوزيتيف يبقى ده نيجاتيف اكس واي. طيب واحده واحده بقى كده نشيل كل حاجه ونحط اجابتها. الاولاني بيقول لك شيل وحط مكانه 20، يبقى انا اشيل ده حط يا باشا 20 ايكوال الاكس بلس واي موجوده؟ ده موجود؟ لا. تمام؟ اكتب يا باشا زي ما انت اكس بلس واي. حلو؟ طيب الاكسبريشن الكبير ده قال لك شيله حط مكانه كام؟ 4. طيب ماشي اكتب يا باشا ملتبلاي 4. سؤال واحد عكس الملتبلاي ديفايدد معايا يا باشا. طيب يبقى اكس بلس واي هقول له ايكوال 20 ديفايدد 4. طيب يعني الاجابه 5. بص انا متسرع رحت اخترت 5. تخلف ليه؟ حبيب قلبي انا مش عايز اكس بلس واي، انا عايز 2 اكس بلس 2 واي. طب تعالى كده على جنب 2 اكس بلس 2 واي. هو انت ما خدتش بالك ان ال2 متكرره؟ صح؟ خد يا باشا ال2 كومون ايه؟ فاكتور. افتح يا باشا براكت. تمام؟ هيتبقى اكس بلس واي. تمام؟ اشيل يا باشا الاكس بلس واي لسه قايل لك عليها، احط مكانها كام؟ 5. يعني الاجابه كانها ايكوال ايه؟ 2 2 ملتبلاي 5 تطلع الاجابه كام؟ 10. ماشي؟ يبقى الاجابه بتاعت السؤال ده 10. خلاص؟ طيب سؤال اخف منه شويه. بص يا باشا بيقول لك 3 اكس بلس 3 واي. بص يا باشا 3 اكس بلس 3 واي ايكوال 18. مين خد باله ان 3 متكرره؟ تمام؟ طيب بالظبط طلع يا باشا 3 بره وافتح براكت واكتب اكس بلس واي. انجز عشان مش هستناك. ايكوال 18. تمام؟ طيب المفروض اعمل ايه؟ يا استاذ يا استاذ انا عايز اكس بلس واي بس. عكس الملتبلاي ديفايدد. اعمل لي هنا ديفايدد 3 واعمل لي هنا ديفايدد 3. بص انا كتبتها ازاي؟ ديفايدد 3 يمين وشمال. طيب اللي هيحصل ان 3 تروح مع 3 يتبقى عندي x بلس y ايكوال 6. طب هو انت عايز x بلس y؟ لا انا عايزك تجيب لي 2x بلس 2y. اجيبها ازاي؟ ما انت حاطط 2 متكرره. طلع يا باشا 2 بره كومن فاكتور، افتح براكت اكتب x بلس y. تمام؟ لو انت ناصح استفيد بالمعلومه اللي انت جبتها. مش انت قلت لي ان الاكس بلس واي ايكوال 6؟ صح؟ ماشي؟ تعالى يا باشا اكس بلس واي ايكوال 6 اعمل بيها ايه؟ ها؟ يلا شيل يا باشا البراكت ده، يعني مساله تبقى 2 ملتبلاي 6 ايكوال كام؟ 12. يبقى الاجابه 12. تمام؟ طيب
ده اسهل سؤال على الجروبنج، اسهل سؤال اكتب عليه جروبنج. ماشي؟ طيب بص يا وحش، تعال. مين شايف الحاجه اللي متكرره هنا؟ السؤال ده على فكره لسه حله وانت اللي هتحله لي. ده متكرر؟ انت شايف ده متكرر؟ انت راجل محترم، انت شايف ده متكرر؟ لا. بص، ها، مين شاطر يقول لي عشان اخلي ده متكرر اعمل ايه؟ اعكس. يعني اخلي المساله اكس براكت a ماينس b، الماينس ده هقلبه بلس، الواي زي ما هي. ها، مين شاطر يقول لي كلمه السر؟ ها، b ماينس a اخليها ايه؟ a ماينس b. طيب كده البراكت بقى متكرر صح؟ اكتب يا باشا البراكت مره واحده a ماينس b، واللي يتبقى احطه في براكت. فاللي هيتبقى عندي مين؟ x بلس y. حلو الكلام؟ طب تعالى يا باشا كده بالراحه. ال a ماينس b اشيل احط كام؟ 7 ملتبلاي x بلس y اشيل احط كام؟ 10. 7 ملتبلاي 10 تطلع الاجابه 70. طيب السؤال ده جالي في الامتحان يقول لي ايه؟ عايز اجيب السوليوشن ست المساله دي. تمام؟ حظك وحش ان المساله فيها باور 3. تمام؟ طيب اكس باور 3 واكس باور 2، مين يقول لي ياخد مين كومن فاكتور؟ يلا طلع اكس باور 2 بره، افتح براكت ايكوال 0. تمام؟ بص بقى، اسمع بقى النصيحه دي. لما تلاقي مساله فيها 2 اكس، تمام، دي لازم المساله تبقى ايكوال 0. تمام؟ اكتب عليها كده ماست ايكوال 0 بعد اذنك، ماست ايكوال 0. ماشي؟ طيب اقف يا شقلان. بص يا بابا، خد يا باشا اكس باور 2 كومن فاكتور. تمام؟ لما تاخد من ده اكس باور 2، يلا خدنا اكس باور 2 هيتبقى اكس ماينس 5، خدنا اكس باور 2 مش هيتبقى حاجه. المفروض اقسم الصفحه دي نصين. هديك نصيحه، بص، هو عندك هنا الاكس باور 2 دي معاها بلس او ماينس؟ الاكس دي معاها بلس وماينس؟ لا. تمام؟ يبقى اول حاجه نقول له اكس ايكوال 0. هنا اكس ماينس 5 ايكوال 0. ماشي؟ ودي ال 5 الناحيه الثانيه يبقى الاكس ايكوال 5. يبقى السوليوشن ست المساله دي رقمين، واحد اسمه 0 وواحد اسمه 5. خلاص؟ في عندي طريقه ثانيه للسوليوشن ست لو انت عايز تفهم. ممكن واحد عمل ايه؟ قال لي يا مستر اجرب الارقام. يا عمل ايه الواد الناصح؟ عجبني بصراحه في الامتحان. قال لي يا مستر بصراحه انا جبت الاله الحاسبه وعمل كده. قال لي هشيل الاكس دي واحط مكانها نيجاتيف 5، هجرب. الواد فتح براكت قال لي نيجاتيف 5 قفل باور 3. انا بشرحها لك اهو براحتك انت بقى. وبعدين ماينس وراح فتح براكت كتب نيجاتيف 5 وقفل باور 2. ماشي؟ بس في 5 قدام انا نسيت اكتبها اهو، اروح اكتبها اهو 5 اهي. تمام؟ تاني عملت ايه؟ شلت الاكس وشلت الاكس حطيت نيجاتيف 5. حلو الكلام؟ دوس ايكوال يا باشا. هل الاجابه طلعت زيرو؟ هل الاجابه طلعت زيرو؟ لا، يبقى النيجاتيف 5 غلط، يبقى الاجابه الاولى كلها غلط. خلاص خش على الثانيه. طب بدل ما نجرب النيجاتيف 5، ما تيجي نمسح النيجاتيف ونخليها 5 بس. بص المفاجاه، خليها 5 هنا. تمام؟ روح هنا خليها 5. ماشي؟ دوس ايكوال، ظبطت زيرو اهي. تمام؟ عشان كده ال5 ظبط المساله. طب ما تيجي نجرب الزيرو كمان. يلا روح كده شيل ال5 دي يا ريس وحط مكانها ايه؟ زيرو. وروح هناك برضو ال5 دي خليها 0 باور 3 بدل 5 باور 3. ماشي؟ بص كده المفاجاه، ظبطت الاجابه. يبقى مين الرقمين اللي ظبطوا المساله؟ 0 وال5. يبقى اجابتي صح. تمام؟ طيب اللي بعده، ازاي اعمل فاكتورايز مساله زي دي بالاله وانجز؟ بص يا ريس تعالى، هتيجي على الاله كده مود 5 3 وهنكتب الثلاث ارقام. ها، اكتب بالظبط 3 وبعدين 20 وبعدين 17. بص بقى، اول اجابه طلعت نيجاتيف 1، الثانيه نيجاتيف 17 اوفر 3. بص على جنب كده، نيجاتيف 1 اكتبوا معايا نيجاتيف 17 اوفر 3. ازاي احول الارقام دي؟ احولها لبراكت يا استاذ. يلا نيجاتيف 1 هروح كاتبها خليها تبقى اكس بلس 1. يعني الاجابه اللي بتطلع على الاله دي كده اكتب عليها اله. ماشي؟ الحاجه اللي بتطلع على الاله انا بعكسها. طيب نيجاتيف 17 اوفر 3، لا بص بقى، الرقم اللي تحت يا ريس بيكتب جنب الاكس. يعني هكتب هنا 3 اكس بدل ماينس 17، لا انا هكتب بلس 17. تمام كده؟ طب تعالى كده ندور على الاجابه. ها، الاجابه بتاعتك تعتبر بي بس هو مبدل الاجابات. ماشي؟ السؤال ده يا باشا بعد اذنك مهم، اكتب عليه مهم.
طيب بيقول لك اكس بار 3 اكس بار 3 بلس 27 عملنا لها فاكتورايز اكس بلس 3 ملتبلاي اكس بار 2 بلس كي تايم 9 بلس 9. تمام؟ ركز يا محترم. بص يا باشا، انا عايز اجيب الرقم اللي في النص. افكرك كنا بنعمل ايه؟ كنا الاول هنا بنقول المساله بوزيتيف فاحنا بنخليها نيجاتيف. ماشي؟ نعكس الاشاره، ما هو ده بوزيتيف وده بوزيتيف يبقى ده لازم يبقى نيجاتيف. تمام؟ وبعدين بناخد دول نعمل لهم تايم بعض، فدول تايم بعض، فالمفروض الاجابه تبقى نيجاتيف 3 اكس. يبقى الكي بتاعتك بكام؟ بنيجاتيف 3 اكس على طول. ماشي؟ طيب السؤال اللي بعده برضه اكتب عليه مهم. ركز النبي الله يكرمك في الاسئله اللي عمال اقول لك عليها مهمه دي. طيب بعد اذنك 3 براويز، برويز لي ده بسرعه انجز. ماشي؟ طول ما انت ايدك شغاله عمرك ما هتسرح. تمام؟ هتريح ايدك هتنام. طيب وبروز ده. سؤال سريع، مين من الثلاثه دول لي فاكتورايز؟ اول تاني تالت؟ تالت. طب اكتب معايا اكس بار 3 بلس واي بار 3. ماشي؟ ايكوال براكت صغير براكت كبير. ماشي؟ سريعا بنراجع للمره الثالثه على الموضوع ده. مين يقول لي الكيوب روت الاولاني؟ اكس. الكيوب روت الثاني واي. الاشاره في النص بلس، حط بلس. تمام؟ طيب هنعكس الاشاره. لا نسيت معلش عشان كنت مركز مع واحده بتتكلم. اكس تايم اكس اكس باور 2. الاخير دايما بوزيتيف. واي تايم واي واي باور 2. بوزيتيف بوزيتيف يبقى هنا نيجاتيف. اكس تايم واي اكس واي. حلو الكلام. تمام كده؟ فكروني في سؤال جاي 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 1000%. طيب هنشيل الاكس بلس واي نحط مكانها 2. حلو. ونشيل البراكت الكبير ده ونحط مكانه ملتبلاي 8. يبقى المساله دي تطلع ايكوال كام؟ ايكوال كام يا باشا؟ 16. تمام؟ يبقى انا اختار الاجابه بتاعتي 16. تمام؟ بص يا بابا، بص معلم كده 13. تمام؟ 100%. يلا يقول لك ايه يا باشا؟ اكس ماينس 1 في كلام اكس ماينس 1 علم عليها is one factor of the trinomial x باور 2 minus 4x plus 3 then the other factor is not. بص السؤال ده بالاله الحاسبه في ثواني. بص هتعمل ايه؟ السؤال ده جاي لك جاي لك. ماشي؟ هنعمل ايه؟ بص كده، هنيجي على الاله هنكتب 1 وبعدين نيجاتيف 4 وبعدين 3. ماشي؟ الاله طلعت 3 1. بص بعد اذنك كده على جنب اكتب 3 1 على جنب. طيب 3 1 يعني هحولهم براكتات، واحد يبقى اسمه اكس ماينس 3 احنا بنعكس، والتاني يبقى اسمه اكس ماينس ايه 1. هو ادالك واحد هديه، ده هديه. ليه؟ هو مديهولي اصلا. هو بيسالك عن التاني، يبقى التاني اسمه ايه؟ اكس ماينس 3. فهمتوا اللعبه؟ يعني هو عمل فاكتورايز ادالك واحد من البراكتين عايز البراكت التاني. طيب السؤال اللي بعده. ماشي؟ عدي ده احنا حلناه 60 مره. ماشي؟ وعدي ده، خش على ده بقى على الباشا ده. بص يقول لك انا عندي اكس باور 2 بلس كي اكس بلس 25 ريبريزنت، بعد اذنك علم على الكلمه دي بيرفكت سكوير. خلاص؟ هراجع على قوانين بيرفكت سكوير عشان جايه لك ما بهزرش. طيب الكي ده موجود فين؟ في النص. طب مراجعه سريعه كده على البيرفكت سكوير. البيرفكت سكوير احنا كنا بنقول لازم ده وده ماست بوزيتيف. ماست بوزيتيف. تمام؟ الاول والاخير لازم يكونوا بوزيتيف. الاول والاخير لازم يبقوا بوزيتيف. تمام؟ طيب جميل الكلام ماشي. طيب انت عايز الكي، مش الكي ده بتاعت الميدل صح؟ طيب لازم اكون فاكر قانون الميدل. اكتب يا باشا كده فوق هنا الميدل. ماشي؟ ايكوال الميدل ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 2 ملتبلاي سكوير روت الفيرست ملتبلاي سكوير روت ثيرد. تمام؟ يعني هنقول له كده ايكوال. ماشي؟ انا بتكلم بقى دلوقتي على ايه؟ على الميدل على بعض، ماليش دعوه بالكي، سيب الكي في حالها دلوقتي. ماشي؟ يبقى حضرتك هتقول لي ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 2 افتح براكتين. خلاص؟ السكوير الاكس باور 2 يا رجاله باكس. طب السكوير ال 25 ب 5. طب اعمل كل دول ملتبلاي هتطلع بوزيتيف اور نيجاتيف 2 تايم 5 يبقى 10 اكس. تمام؟ انا عايزك تركز معايا بقى كده وعلم زي ما انا بعلم، علم على ده كله. تمام؟ وعلم على الاجابه اللي انت جبتها ورد على قد السؤال. مين الحاجه اللي موجوده عشان ما نكررهاش؟ مش الاكس موجوده هنا؟ اشطب عليها. مين يقول لي يبقى كيب كام؟ غلط، بوزيتيف اور نيجاتيف 10. ماشي؟
بوزيتيف اور نيجاتيف كام؟ 10. طيب السؤال اللي بعده برضه اكتب عليه 100%. يلا السؤال اللي بعده بيقول لك find the value of k اللي بتعمل المساله دي بيرفكت سكوير. طيب السؤال لحضرتك الكي هنا موجوده فين؟ في الثالث. تمام. بص يا ريس دلوقتي انا كده لازم اكون عارف القانون بتاع الثيرد، هكتبه لك هنا. الثيرد ايكوال الميدل، ماشي، الميدل باور 2 اوفر 4 ملتبلاي الفيرست. حلو، يعني ايكوال الميدل بتاعنا اللي هو ده، ماشي، خد بالك هيطلع رقم كبير، افتح براكت نيجاتيف 28 اكس وعليها باور 2 اوفر ال4 دي ثابته بتاعت القانون 4 ملتبلاي الفيرست اسمه ايه يا رجاله؟ 4 اكس باور 2. اكتب يا باشا 4 اكس باور 2. خلاص. طب ايكوال هتعامل ازاي؟ اعمل لي فراكشن وتعالى لي واحده واحده. اول خطوه انا هعمل كده، بص يا باشا همسك النيجاتيف 28 اعملها باور 2. تمام. طيب نيجاتيف 28 سمعنا. طيب بص يا باشا اراجع الاله لاصلها براكت، ماشي، نيجاتيف 28 خلاص اقفل باور 2. اجابتي كام؟ 784. اكتب الاجابه 784 وما تنساش ان انت هتكتب اكس باور 2. خلاص. طيب تحت 4 تايم 4 يبقى 16 وما تنساش هتكتب اكس باور 2. طيب مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم الاكس باور 2 هتروح مع الاكس باور 2. خلاص. طيب عايزين نمسك الرقمين دول نعمل لهم ديفايد، يبقى انا هعمل كده فراكشن واكتب 784 ديفايدد 16. بص بقى مبدئيا الرقم اللي هيطلع لو ما طلعلوش سكوير روت، لو مالوش سكوير روت اجابتك غلط. الرقم اللي هيطلع لو ما كانش ليه سكوير روت فاجابتك غلط. بص كده الاجابه بتاعتي 49. طيب 49 ليها سكوير روت ولا لا؟ ليها. طب معلش السؤال اقول بوزيتيف اور نيجاتيف 49 ولا 49 بس؟ 49 بس. خلاص. طيب السؤال ده طبعا للطلبه الاذكياء لان هو لاعب عليك لعبه وحشه قوي. هنا بيقول لك اكسبريشن اكس بار 2 ماينس 6 اكس ماينس ام از بيرفكت سكوير. سؤال هو انا قلت لك ده لازم يبقى ايه؟ اكتب عليه ماست بوزيتيف، ماشي، لازم يبقى بوزيتيف. تمام. طيب تعالى يا باشا نجيب قانون السرد بسرعه. يلا انا هحل على طول، ماشي، مش هكتب القانون. طيب بنقول الميدل باور 2 يعني نيجاتيف 6 اكس وعليها باور 2 اوفر 4 ملتبلاي الفيرست. الفيرست اللي هو اكس باور 2. تمام. هنفك المساله نيجاتيف 6 وعليها باور 2 تطلع 36 اكس وعليها باور 2 يبقى اكس باور 2 اوفر 4 اكس باور 2. يلا يا باشا هنشيل مين مع مين؟ اكس باور 2 مع الاكس باور 2 هيتبقى 36 اوفر 4 يطلع 9. سؤال للشطار يبقى الام بكام؟ نيجاتيف 9. عارف ليه؟ عشان نيجاتيف ملتبلاي نيجاتيف يخليها ايه؟ بوزيتيف. خلاص. السؤال اللي بعده يلا يقول لك انا عندي a باور 2 بلس 2 اي بي بلس b باور 2 ايكوال 36. انا عايز اجيب a بلس b. تمام. طيب واخد بالك انت من حاجه؟ ده السكور روت بتاع ده صح؟ وده السكور روت بتاع ده، ماشي. المساله دي على فكره من غير ما اعمل تشيك بيرفكت سكوير. خلاص. طيب بيرفكت سكوير ليه يا باشا؟ تعال واحده واحده كده. بص حضرتك هتملك تعمل لها الفاكتورايز بتاعها هتكتبها كده، بص براكت وعليه باور 2، ماشي. مين شاطر يقول لي كده السكور بتاع الاولاني A، السكور بتاع الثاني B، الاشاره في النص بلس، صح؟ اكتب يا باشا بلس. الكلام ده ايكوال كام؟ 36. طيب انت عايز ايه يا مستر؟ انا عايز اجيب A بلس B بس. تمام. اعمل سهم كده بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت، ماشي. طيب اول ما اقول بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت الباور 2 ده هيمشي. خلاص. هيتبقى ايه عندك؟ A بلس B ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت 36. يعني ال A بلس B ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 6. خلاص. يبقى الاجابه بتاعتي سي. طيب بص بقى السؤال ده 100% ده بالذات، ماشي.
الله يكرمكم الاسئله دي متنقيه واحده واحده. خلاص بص يا باشا، لا يا حبيبي معاك. يلا بص يا باشا، بيقول لك when completing square، ده نوع من انواع الفاكتورايزيشن الرخم. تمام، بص كده completing square. خلاص علم على الكلمه دي. بيقول لي ايه؟ لازم نعمل اد لايه؟ ايه الترم اللي هنضيفه؟ ماشي؟ طيب اللي انت هتضيفه من الاخر هو قانون الميدل، عشان بس محدش يضحك عليك. تمام؟ الميدل ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف. علم على السؤال ده ستار الله يكرمك 100% السؤال ده. تمام؟ الاسئله اللي بعلم عليها بالذات ركز عليها. طيب هنقول بوزيتيف اور نيجاتيف 2 ملتبلاي السكوير روت بتاع الفيرست ملتبلاي السكوير روت بتاع السكند، هم اتنين بس. ماشي؟ يعني ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 2 افتح براكت افتح براكت. كل الناس الشاطره ترد بسرعه. السكوير روت الاولاني اكس، السكوير روت ده 6، يبقى الاجابه بوزيتيف اور نيجاتيف 12 اكس. يبقى الاجابه بتاعتي دي. طيب السؤالين دول واحد هيجي لك منهم، بس انا برشح السؤال ده. تمام؟ السؤال بيقول لك ايه؟ The solution set of equation x power 2 minus 25 equals 0. ودي 25 الناحيه الثانيه. تمام؟ يبقى x باور 2 equal 25. طيب 25 هقول له بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت، يبقى الاكس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت 25، يعني ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 5. ماشي يا رجاله؟ يبقى الاجابه بتاعتي ايه. الخدعه بقى رميها لك في السؤال اللي بعده. طيب بيقول لك السوليوشن سيت للمساله اكس باور 2 بلس 81 ايكوال 0. سعاده الباشا، تمام؟ لو انت بتحفظ اي مساله اكس باور 2 بلس رقم اجابتها 5. تمام؟ طب عايز امشيها ستيبس. اول حاجه ودي ال 81 الناحيه الثانيه، يبقى اكس باور 2 ايكوال نيجاتيف 81 بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت، يبقى الاكس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت نيجاتيف 81. سؤال، في عندك سكورة للنيجاتيف؟ في عندك سكورة للنيجاتيف؟ لا، فالاجابه دي doesn't belong للار. بأمارة ايه؟ تعالى بأمارة كده يا باشا، انا عندي المساله دي. بص تعالى كده، لو عملت على الاله سكوير روت نيجاتيف 81، تمام؟ ايرور. اجابتك ايه؟ يلا اكتب يا باشا على ده 100% جنبه. يلا السؤال المهم، اكس بار 2 ماينس واي بار 2 ايكوال 20. يلا يا بيه. واكس بلس واي ايكوال 10. ماشي؟ بص يا باشا، فبيقول لك انا عايز احسب واي ماينس اكس. انا هسال سؤال سريع، مين من الثلاثه دول ليه فاكتورايز؟ اول واحد. يلا يا باشا بص، اكس باور 2 ماينس واي باور 2، هنعمل براكتين توأم. ماشي؟ السكور روت اكتب على ده سكور روت وعلى ده سكور روت. ماشي؟ السكور بتاع الاولاني اكس مرتين، ماشي ايدك. السكور روت للثاني واي مرتين، مره بلس مره ماينس. حلو؟ طب ركز بقى كده عشان في لقطه هتتعمل. هو قال لك لو شفت الاكس باور 2 ماينس واي باور 2 حط مكانها 20. تمام؟ طيب ولو شفت وش الاكس بلس واي اكتب مكانها 10. ولو شفت وش الجزمه اللي بتتكلم قدامي اديها جنيه وروحها. طيب فاكس ماينس واي هتنزل زي ما هي. حلو الكلام؟ سؤال عكس الملتبلاي. اعمل يا باشا ديفايدد 10 واعمل ديفايدد 10. خلاص عشان اوقعك دلوقتي. يبقى انا عندي اكس ماينس واي تعتبر ايكوال كام؟ 2. طيب السؤال هنا، هو قال لك انا عايز اكس ماينس واي ولا انا عايز واي ماينس اكس؟ طيب يبقى واي ماينس اكس. يلا يا شباب، اكس ماينس واي ايكوال 2. لو عايز واي ماينس اكس هتقول لي نيجاتيف 2. خلاص؟ طيب بص بقى، جينا بقى على اللقطه اللي انا عايزها. يقول لك اكس باور 4 بلس 4 واي باور 4. اولا المساله دي فيها بلس، تمام؟ المساله دي يا باشا اكتب عليها كده كومبليت سكوير. تمام؟ كومبليت سكوير. والنبي بقى ركز عشان دي لو جات لك بتيجي بالارقام مالهاش غيرها. كومبليت سكوير ازاي تضحك عليا؟ بدل ما تعملها في 7 سطور نخليهم سطرين. اسمع، بدل ما نخليهم 7 سطور نخليها سطرين. بص يا باشا، بعد اذنك الخطوه الاولى هتكتب كده معايا. انا هعمل خطوه اسمها انا هاخد
اول خطوه حضرتك صغر انت بقى خطك بقى، هتجيب لي خطوه اسمها الميدل. الميدل بوزيتيف اور نيجاتيف 2 ملتبلاي سكوير روت الفيرست، ماشي، ملتبلاي السكوير روت بتاع السكند، هما اتنين بس. يعني ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 2 السكوير روت الاولاني اكس باور 2، السكوير روت اللي بعده يبقى 2 واي باور 2. حلو؟ كلها على بعضها هتطلع بوزيتيف اور نيجاتيف، تمام، 4 اكس باور 2 واي باور 2. حاضر حاضر، تمام. طيب بص بقى، انا همسك المساله دي هكتبها تاني عشان اخد الدرجه. اكتب اكس باور 4، سيب مسافه، بلس واي باور 4. واخد بالك انت؟ شفت الاجابه اللي انت كتبتها هنا اللي هي بوزيتيف اور نيجاتيف دي يا باشا؟ شايفها؟ تمام، انا عايز استغلها. هتعملها ازاي؟ هتحط لي واحده بوزيتيف هنا، يعني تكتب هنا بوزيتيف في النص، هنا اكتب بوزيتيف 4 اكس باور 2 واي باور 2، تمام، وبره نيجاتيف 4 اكس باور 2 واي باور 2. حلو الكلام؟ كده اول خطوه. طيب بص بقى اللقطه اللي بعدها، اول ثلاثه، تمام، واخد بالك انت، هحولهم لبيرفكت سكوير، تمام. طيب فانا هعمل ايه؟ بص يا ريس، هنفتح براكت بس براكت كبير شويه. خلاص، انا هاكل 5 خطوات في خطوه، هتركز خير وبركه. تعالى يا باشا، رد على قد السؤال. مين اللي سكورت الاولاني؟ اكس باور 2، حط يا باشا هنا اكس باور 2. مين اللي سكورت للتاني؟ 2 واي باور 2، اكتب بوزيتيف 2 واي باور 2. حلو، نفس اللي انت كتبته هنا اكتبه هنا برضه، اكس باور 2 بلس 2 واي باور 2. حلو الكلام. خش اللقطه الجامده بقى اللي جايه، اللي هي شفت اللي انت كاتبه هنا ده، تمام. انا عايزك ده تاخد له سكوير روت وتحطه مره بوزيتيف ومره ايه؟ نيجاتيف، تمام. يعني هنا هيبقى 2 اكس واي وهنا 2 اكس واي، تمام. يبقى انت كده عملت فاكتورايز لايه؟ للمساله، تمام. طيب جاهز يا سيف؟